السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا به علما. اللهم اجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا. خليني أولا كده أعرفك بنفسي. أنا باشمهندس ماجد محمد، كلية حسابات ومعلومات. إن شاء الله أكون متواجد معاك السنة دي لطلاب الشعب الأدبية لشرح منهج الإحصاء بالكامل مجانا على اليوتيوب، ومنهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية وممكن للمرحلة الثانوية. خليني اقول لك على حاجه كده. لو انت طالب ادبي، انت اكيد داخل شايل هم الماده دي، بكون ان انت كنت داخل اصلا ادبي عشان انت ما بتحبش الرياضه ومش عايز تتحط في حاجه فيها رياضه، وهوبا لقيت الماده على دماغك. بص، خلينا نتفق انا وانت على حاجه الاول. الاحصاء هي مش رياضه. الاحصاء هي ماده فيها بعض العمليات الرياضيه. بعض العمليات الرياضيه دي سهله جدا، بس انت المخوف نفسك منها. كل الحوار ان انت لو شلت من دماغك فكره ان هي ماده صعبه، انت تتعامل معاها ان هي عادي. هقول لك، الفيزياء مثلا. الفيزياء الطلاب داخلين، هل الفيزياء رياضة؟ لا. بس الفيزياء هي مادة فيها مسائل، فأنت بتحتاج بعض العمليات الرياضية، فبتعمل لك حصة تأسيس في الأول كده، بيأسسوك فيها رياضيا لمادة الفيزياء. الكيمياء باب زي الاتزان او اي جزء فيه مسائل في الكيمياء عندك، فبرضه بيبقوا داخلين شايلين هم بعض العمليات الحسابيه الصغيره. ففي الاحصاء ان شاء الله النهارده المحاضره هتبقى تاسيسيه، انت اكيد شفت من عنوان الفيديو. المحاضره هتبقى مقسومه لجزئين ان شاء الله. الجزء الاول هو احنا بناسسك احصائيا، بمعنى ان انا هشرح لك كل مفاهيم الاحصاء اللي انت خدتها في السنين اللي فاتت، كل مفاهيم الاحصاء اللي انت هتحتاجها السنه دي ان شاء الله، من اول الاحتمالات للتجربه العشوائيه للمجموعات لكل حاجه. والجزء الثاني هو الشق الاهم من وجهه نظري. الجزء الثاني هو ان انا باسسك رياضيا. انا بعرفك يعني ايه رياضه من الصفر. كل العمليات الرياضيه اللي انت ممكن تحتاجها السنه دي انا شرحها لك في الفيديو ده شرح كافي ووافي. من اول انواع الاعداد، يعني ايه اعداد، والاعداد دي بتبقى ايه، والاعداد دي بتبقى ايه، والاعداد دي بتبقى ايه، لحد بص ما تتخيل. لدرجه ان انا شارح لك 3 زائد 5 بيساوي كام، وسالب 3 زائد 5 بيساوي كام. هعلمك جمع وطرح الاشاره. من الاخر انا هتعامل معاك ان انت ما خدتش رياضه قبل كده خالص. فانت لو ركزت معايا الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديو هيبقى كافي ووافي ان انت خارج مرتاح، خارج مش شايل هم الماده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. اول حاجه، ايه هو علم الاحصاء؟ علم الاحصاء ده اللي هو ايه؟ لو جيت سالتك يعني ايه الاحصاء، نفترض ان انا وانت ما نعرفه. تعال نضرب مثال من حياتنا العمليه. لو انا جيت انا وانت دخلنا مطعم، ولا انا دخلته قبل كده ولا انت دخلته قبل كده، فانا ما اعرفش ايه اللي فيه اصلا، وقلت لك يلا المطعم ده بيقولوا حلو احنا عايزين ناكل حاجه منه. هل انت هتدخل تفتح المنيو اول حاجه هتيجي قدامك تقوم مختاره وتقوم ايه يلا انا هاخد دي؟ بالتاكيد لا. ايه اللي بيحصل؟ ان انت بتدخل تمسك المنيو زي ما بيقولوا كده بالبلدي، تتأنى وتقعد تختار واحده واحده عشان تختار وجبه في الاخر ايه صح. يعني بالاخر انت بتقعد تقرا كل المنيو، كل وجبه بالمكونات اللي فيها، كل ده عشان تختار ايه؟ تختار قرار صح. بالظبط هو ده علم الاحصاء. علم الاحصاء او علم الاحصاء مش في المطاعم يعني عشان ما تشغل دماغك. علم الاحصاء في الحياه عموما، في الشركات، في كل حاجه، هو جمع وتحليل البيانات لاعطاء قرار. يعني انا في علم الاحصاء بجمع وبحلل البيانات، كل ده ليه؟ عشان اطلع قرار في الاخر. طيب، ليه بندرس علم الاحصاء؟ علم الاحصاء تقريبا كل المؤسسات والشركات بتحتاجه. المؤسسات الحكوميه زي اللي هي مؤسسات المواليد والوفيات، لو انت مثلا معدي من عند محافظه الغربيه بتلاقي عدد كم محافظه الغربيه، وعدد السكان ده جوه ازاي؟ نزلوا على كل بيت قالوا لهم انتوا عندكم كم فرد؟ بالتاكيد لا. هم جابوا عدد المواليد في السنه، وعدد المواليد في السنه اللي قبلها، وعدد الوفيات، ويطرحوا دي من بعض. من الاخر بيعملوا عمليات احصائيه سوا، بحيث ان هم يطلعوا في الاخر عدد سكان ده المحافظه دي. لو جيت تشوف الشركات، لو شركه تجميل مثلا هي بتستخدم الاحصاء في ايه؟ شركه تجميل دي مثلا هي هتبدا سنه جديده، فبالتالي اي شركه في الدنيا هي عايزه تعمل نجاحات في السنه الجديده اكتر من السنه اللي فاتت. طب هي بتعمل ايه الشركه دي؟ بتيجي تجيب احصائيات لكل المبيعات بتاعت السنه اللي فاتت، تشوف اكتر منتج اتباع اكتر وقت امتى، الناس كانت مركزه ان هي تشتري المنتجات دي في وقت ايه، وتعمل كل ده وتبدا تطور بيه السنه الجديده. فده عملوا عمليات احصائيه عشان ياخدوا قرار في الاخر بالمنتجات اللي هيطوروا فيها ويشتغلوا عليها واللي عليها اقبال. التنبؤ زي الطقس مثلا، هو انت مفكر الطقس لما يجي يقول لك هيبقى في امطار غزيره بكره ان هم هي يعني بينجموا؟ والعياذ بالله بينجموا او هم صح؟ بالتاكيد لا. هو كل الموضوع في موضوع الطقس ان هم بيعملوا احصاء للايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت، ولما كان في العلامات دي السنه اللي فاتت ايه اللي حصل، فيبداوا يتنبؤوا لك. بالدليل ان انت اوقات كتير جدا يقول لك امطار غزيره غدا وتلاقي الجو مغيم وما فيش امطار اصلا. فهو كل حوار تنبؤ، كل ده عن طريق ايه؟ الاحصاء. فتعالى نشوف كده هو هنا بيقول ايه.
علم الإحصاء هو علم يهتم بجمع وتحليل البيانات ثم إعطاء قرار. ليه بندرس علم الإحصاء؟ لأنه ببساطة زي ما أنا قلت لك بيخلينا نفهم البيانات بشكل واضح، زي ما قلت لك مثال المطعم، أو أنا بفهم البيانات بشكل واضح ونطلع منها معلومات مفيدة. المعلومات دي ليه بقى؟ أنظم بيانات، آخد قرارات، أحلل ظواهر، أتنبأ، كل الكلام ده اللي أنا قلته لك. نروح للجزء اللي بعده. دي اساسيات مهمه في الاحتمالات، انت المفروض خدتها السنه اللي فاتت، هنأكد لك عليها دلوقتي. اساسيات الاحتمالات. ايه هي اساسيات الاحتمالات؟ اساسيات الاحتمالات، بص يا معلم. التجربه العشوائيه، يعني ايه تجربه عشوائيه؟ بص بقى، ركز في التعريف وانا هفهمه لك بالراحه. بيقول لك هي تجربه يمكنك معرفه جميع نواتجها قبل حدوثها، لكن لا يمكنك معرفه الناتج الاساسي او الناتج الفعلي. بمعنى، لو جينا نرمي حجر نرد، الحجر اللي احنا بنلعب بيه بنك الحظ او بنلعب بيه السلم والتعبان او اي حاجه، لو بيبقى فيه ايه الابيض في اسود بقى، لو جينا نرميه، انا مش ساحر بس بقول لك من قبل ما ترمه هو يطلع على واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه يا خمسه يا سته. والله ما ساحر، بس هو فعلا هيطلع يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاته يا اما اربعه يا اما خمسه يا اما سته. طب هل انا يعني اخترعت؟ لا. هو ليه انا بقول لك كده؟ لان هو ما فيش نواتج غير دي اصلا، هي دي النواتج اللي ممكن تطلع بس. يعني هو حجر النرد ممكن يطلع لي 8؟ اكيد لا. ممكن يطلع لي صفر؟ اكيد لا. ممكن يطلع لي 12؟ اكيد لا. ليه؟ لان هو في من واحد لسته، فانا بقول لك كل النواتج اهو. بس انا ما اقدرش اجزم ان الناتج الفعلي هيبقى ثلاثه، يعني ما اقدرش اقول لك لا هي هتطلع ثلاثه، مش ممكن ثلاثه. ما اقدرش اقول لك والله هتطلع اربعه، ما اقدرش اقول لك كده. لو جينا نرمي جنيه في ملك وكتابه، الملك ده بيتقال عليه في الاحصاء صوره، يعني الملك ده بيتقال عليه في الاحصاء صوره، في صوره وكتابه الجنيه. انا من قبل ما ارمي الجنيه وانا بقول لك يا عم انا مش سافر، بس ليه هيطلع يا اما صوره يا اما كتاب. هل انا اخترعت؟ يعني هل انا كده عالم ذره؟ لا. ليه؟ لان هو فعلا مش هيطلع غير صوره وكتابه، لان مفيش نهار ممكن تطلع غير صوره وكتابه. هو ممكن ينزل واقف كده ما يطلعليش صوره وكتابه؟ اكيد لا. فهو التجربه العشوائيه هي دي بقى، هي تجربه يمكنك معرفه جميع نواتجها قبل حدوثها، لكن لا يمكنك معرفه الناتج الفعلي. طيب النواتج بقى، او النواتج بتاعه التجربه العشوائيه، او إيه كل النواتج، يعني مش انا بقول لك ايه، هي تجربه يمكنها في معرفه جميع نواتجها. جميع نواتجها دي لو حطيتها في قوس مجموعه بتبقى حاجه اسمها فهم، اللي هي فضاء العينه. قوس مجموعه اللي هو ده، خلي بالك من الموضوع ده. اي حاجه تعرفها مكتوب فيه في اوله مجموعه، لو ما حطيتهاش جوه قوس مجموعه والسؤال مقالي هينقصهم. تاني، اي حاجه كاتب لك في تعريفها مجموعه شرط اساسي وملزم تحطها جوه قوس مجموعه. وهقول لك في الاخر في التاسيس الرياضي الفرق بين الاقواس كلها. نروح للجزء اللي بعده. اساسيات الاحتمالات. فضاء العينه اللي انا لسه قايل لك عليه اهو، بنرمز له بالرمز ف. خلي بالك من الرموز، لان الرياضه كلها رموز. احنا انت مش هتيجي من الامتحان تكتب له فضاء العينه، هو لا، اختصارات ف. ايه الحدث مثلا كمان شويه هنرمز له باي رمز، الف س اي حاجه، بس شرط ان انت تشرح له في المساله في الاول هنرمز له بايه. الاحتمال الوقت اللي هو قانون هنرمز له بلا. فكل حاجه في الرياضه انت بتعمل لها رموز عشان الاختصارات، الرياضه انت مش جاي تكتب عربي. طب فضاء العينه ايه؟ هي مجموعه تشمل كل النواتج التجربه. ركز في الكلمه اللي انا قلتها لك دي، هي مجموعه. يعني هي مجموعه، يعني شرط اساسي احطها في قوس مجموعه. يعني لو جيت قلت لك انا يا عم عايز فضاء العينة الحجر النرد، انت قلت لي ايه؟ مجموعة تشمل كل النواتج، يبقى كل النواتج اللي هي ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست، يبقى ده فضاء العينة الحجر النرد، مجموعة قوس مجموعة في كل النواتج. طب لو جيت قلت لك عايز فضاء العينة للعملة المعدنية، هتقول لي قوس مجموعة صورة. صورة ممكن يطلع يا اما صورة يا اما كتابة، يا اما كتاب. يبقى ايه؟ اي فضاء عينه يطلبوا منك اللي هو اختصاره فيه، لازم 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 تحطه جوه قسم مجموعه. نروح للي بعده. بص، انواع الاعداد، انا شارح لك على فكره انواع الاعداد في النص التاني من الفيديو تفصيليه، مش الفرديه والزوجيه بس. بس دلوقتي عشان هنحتاجها في المسائل اللي جايه دلوقتي. انواع الاعداد. الاعداد عندنا بتنقسم لحاجتين، اعداد فرديه وهي اعداد لا تقبل القسمه على اثنين. بمعنى، مش لو قلت لها تقسم على اثنين مش هتتقسم، هتقول لك لا انا زعلانه منك. لا، هي انت لو قسمتها على اثنين
هتطلع لك رقم فيه كسر. بمعنى، تعال نجرب كده كل الاعداد اللي موجوده، الاعداد من الاول خالص، الاعداد من الاول خالص. الواحد اقسمه على الاثنين، الواحد على الاثنين هيطلع لي كام؟ نص. هي لان واحد على اي حاجه بنفسها. طيب لو اللهم صل على سيدنا محمد، الاثنين، تعالى كده اقسم الاثنين على الاثنين، اثنين على الاثنين طلعت واحد، عدد صحيح صح؟ يبقى ديت مش فردي. ليه؟ لان هي قبلت الاسم على الاثنين وطلعت لي عدد صحيح ما فيهوش كسور. عدد صحيح، العدد الصحيح غير النسبي، بقول لك الفرق برضو بينهم قدام. تعال الثلاثة على الاثنين، اقسم الثلاثة على الاثنين، الثلاثة على الاثنين طلعت لي ايه؟ طلعت لي واحد ونص. يبقى ده عدد ايه؟ في كسر، يبقى ده عدد فردي. ببساطة هي أعداد لا تقبل القسمة على اتنين. لو جينا نجرب كل الأعداد اللي أنا بقول لك عليها دي، هتلاقي أعداد لا تقبل القسمة على اتنين. قسمتها على الاتنين طلعت لي كسر. لو جينا نجرب 13، ال 13، تعال اقسم ال 13 كده على الاتنين، هتطلع لي كام؟ 6.5 صح؟ لو جينا نقسم ال 15 هتطلع لي 7.5. لو جينا نقسم ال 19 هتطلع لي كام؟ 9.5 صح؟ فانا اي رقم اقسمه على الاثنين من الاعداد دي انا هلاقيه لا يقبل القسمه على اثنين، من الاخر بيطلع لي كسر. يبقى خلي بالك، هي اعداد لا تقبل القسمه على الاثنين. طب الاعداد الزوجيه، واحفظها بقى، هي بتبدا منين؟ من الواحد. اول عدد ينفع يتقسم بواحد، لان صفر على اي حاجه بصفر، صفر على اي حاجه بايه؟ بصفر. الاعداد الزوجيه هي اعداد تقبل القسمه على اثنين، يعني من الاخر لو جيت قسمتها على اثنين هتطلع لي رقم عادي. يعني لو جينا نقسم الاثنين على الاثنين هتطلع واحد صحيح صح؟ لو جينا نقسم الاربعه على الاثنين هتطلع اثنين. لو جينا نقسم السته على الاثنين هتطلع ثلاثه. جينا نقسم الثمانيه على الاثنين هتطلع اربعه. جينا نقسم العشره على الاثنين هتطلع خمسه. جينا نقسم ال 12 على الاثنين هتطلع سته. جينا نقسم ال 14 على الاثنين هتطلع سبعه. جينا نقسم ال 16 على الاثنين هتطلع 8. جينا نقسم ال 18 على الاثنين هتطلع ايه؟ 9. فهي من الاخر اعداد تقبل القسمه على اثنين، قسمتها على اثنين هتطلع لي عدد صحيح ما فيش جنبه اي كسور. تمام، نروح للي بعدها، الاعداد الاوليه والاعداد المركبه. ركز بقى في الاعداد الاوليه دي عشان كتير ما بيعرفش يفهمها او كتير ما بيعرفش يحفظها. انا مش عايزك تحفظها، انا عايزك تفهمها. الاعداد الاوليه مصطلح كده هتفتكره دايما، هي اعداد مغروره، بنت شايفه نفسها. ازاي؟ هي اعداد بتقول لك انا ما بتقسمش على حد، انا اتقسم على نفسي وعلى الواحد. الواحد كده كده، لان اي رقم في الدنيا بيتقسم على الواحد، ما فيش حاجه اسمها رقم في الدنيا. المليار بيتقسم على الواحد، مليار الا ربع بيتقسم على الواحد، اي رقم في الدنيا ينفع يتقسم على الواحد. الاعداد الاوليه بقى بتقول لك ايه؟ هو رقم لا يقبل القسمه الا على نفسه، والواحد الصحيح كده كده سالم. يبقى الاعداد الاوليه هي اعداد لا تقبل القسمه الا على نفسها وعلى الواحد الصحيح. زي، تعال نجرب الاعداد كلها. الواحد كده كده مش يعني مش هنحسبه معانا، لان الواحد اصلا موجود في قانون المساله او قانون الاعداد، اللي هو انت ما ينفعش تقسم، يعني هو هتقسم الواحد على الواحد. طب الواحد هيتقسم على ايه تاني؟ هو شرط بقول لك اهو، على نفسه وعلى الواحد. هو كده كده الواحد هو الواحد، هتحطه ازاي؟ طب نروح اللي بعدها، الاثنين. ينفع تتقسم على نفسها؟ اه، الاثنين على الاثنين فيها الواحد. طب ينفع تتقسم على الواحد؟ اه، كده كده كل الارقام ينفع تتقسم على الواحد. الثلاثه ينفع تتقسم على نفسها؟ اه. ينفع تتقسم على حاجه تانيه؟ لا. الاربعه، في هنا اربعه، المفروض في هنا اربعه صح؟ طب تيجي نجرب كده نقسم الاربعه. الاربعه اتقسمت على نفسها صح؟ ينفع اقسم الاربعه على حاجه تانيه؟ اه، اقسمها على الاثنين. طب اتقسمت على رقم غير نفسها، يبقى ده مش اول. تمام. الخمسه ينفع اقسمه على حاجه غير نفسه؟ لا. السبعه ينفع اقسمه على حاجه غير نفسه؟ لا. واحد يقول لي طب ما انت جايب كل الفرد والتسعه، تسعه اتقسم على نفسه طلع واحد. ينفع اقسم التسعه على حاجه تانيه؟ اه، ينفع اقسم التسعه على ثلاثه وهتطلع لي عدد صحيح عادي. فهي قبلت الاسم على رقم تاني، فهي مش اولي. هي بص، هو العدد الاولي الزوجي الوحيد، يعني احفظ المعلومه دي هتسهل عليك كتير. الزوجي، الزوجي الاولي، الاثنين. العدد الزوجي الاولي الوحيد هو الاثنين. يبقى العدد الزوجي الاولي الوحيد هو ايه؟ الاثنين. يبقى الاثنين هو العدد الوحيد الزوجي الاولي.
يعني لو جاء لك في مساله ألقي حجر نرد، فان احتمال عدد ظهور عدد زوجي اولي ما تكملش المساله، هو الحدث اتنين، روح اقسم الاتنين عدد عناصر الاتنين. خلينا افكرك بقى في قانون الاحتمالات عشان الدنيا تخش في بعضها. نروح بعدها، فهمت الاعداد الاوليه هي اعداد لا تقبل القسمه الا على نفسها ولا صحيح. لو جاب لي 565 اقعد اجرب اقسمه، يعني اقعد اجرب اقسمه على كام رقم بالارقام الصغيره، لقيته ما بيقبلش يبقى هو عدد اولي، بس شرط هو يبقى عدد فردي. تمام. الاعداد الاوليه كلها اعداد فرديه ما عدا الاثنين، فانت ما يجيلكش مثلا 558 58 ده عدد زوجي ولا ليه؟ عدد زوجي، فما لقاكش بتستستة وتروح تقول لي اجرب اشوف اولي ولا لا، وهنا كده مش اولي ان هو زوجي خلاص، فاهم؟ طيب الاعداد المركبه ببساطه هي اعداد تقبل للقسم على الاكثر من رقم، يعني من الاخر يعكس الاولي بالمركب. يعني الاولي هي كل الاعداد اللي مش المركبه، هي كل الاعداد اللي مش اوليه. بمعنى لو جينا نجرب الاربعه تقسم تقبل على حاجه غير نفسها، تقبل على الاثنين تقبل على حاجه غير نفسها، السته تقبل على حاجه غير نفسها تقبل على الاثنين وتقبل على الثلاثه، الثمانيه تقبل على حاجه غير نفسها تقبل على الاثنين وتقبل على الاربعه، التسعه تقبل على حاجه غير نفسها تقبل على الثلاثه، العشره تقبل على حاجه غير نفسها تقبل على الاثنين وتقبل على الخمس، ال12 تقبل على حاجه غير نفسها تقبل على الاثنين وتقبل على الثلاثه وتقبل على الاربعه. فكل دي ارقام لو جيت اشوفها هلاقي تقبل الاسم على اكتر من رقم عادي، يبقى دي تعد او بتسمى أعداد مركبة، هي عكس الأعداد التانية التنكة المغرورة اللي هي الأولية. الحدث، شفت لما أنا قلت لك فوق الحدث بنرمز له برمز ألف، أول حاجة خليك فاكرها إن الحدث ده بروح أرمز له في المسألة بأي مجهول أو بأي متغير، بمعنى ممكن أرمز له بألف، بقول له في المسألة الحدث ده أنا رمزت له بألف، ممكن ارمز له بالف، ممكن ارمز له بسي، ممكن ارمز له ب، بس بقول له في المساله الاول الحدث هو كذا. ممكن ارمز له بجيم، ممكن ارمز له بماجد، ممكن ارمز له بسيد. فدي كلها حاجات انا ينفع ارمز للحدث بيها. تمام. يبقى انا ممكن ارمز للحدث باي حاجه. تمام. الحدث بقى هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك هو مجموعه جزئيه من فضاء العينه. طب معنى الحدث اصلا ايه؟ هو من معناه الحاجه اللي بتحصل، يعني الحاجه اللي هو بيقول لك قلت فيها عمله معدنيه، فان احتمال ظهور صوره، ظهور الصوره ده الحدث. هو ايه الحدث ده؟ يعني اللي حصل بالاخر، معناه بالبلدي ايه؟ معناه بالبلدي اهو ايه اللي حصل. ده معنى الحدث، معنى الحدث الحاجه اللي حصل. فهو بيقول لك قلت فيها حضر النرد، فان احتمال ظهور عدد زوجي اولي، يبقى الحدث هو ظهور عدد زوجي اولي. طب بنحل مسائل ازاي بقى ونستخدم الحدث ازاي؟ خليك فاكر ان انا قلت لك الحدث بنرمز له برمز، بنرمز له برمز عشوائي مش رمز ثابت. فضاء العينه بنرمز له بفيه، الاحتمال دلوقتي انا برمز له بلا، انما الحدث انت بترمز له برمز بمزاجك انت ايا كان الرمز ايه، بس بتقول له في المسائل. تمام. تمام. في بقى كام معلومة مهمة أنت المفروض تكون عارفها. الحدث المستحيل والحدث المؤجل. الحدث المستحيل هي الحاجة اللي أنا وأنت عارفين إن هي مستحيل تحصل. يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك أنا، واستغفر الله العظيم، يعني أنا عايش طول العمر مش هموت، أنا مش هموت، أنا هفضل عايش على طول، دي حاجة مستحيلة ولا مؤكدة؟ مستحيلة صفر، هي فيها احتمالات هي صفر. إنك ميت وإنهم ميتون، كلنا هنموت يا معلم. فالحدث المستحيل هي حاجة مستحيل تحصل. طب الحدث المستحيل بيساوي ايه كرقم صفر؟ طب بيساوي كام في المية؟ 0%. يبقى الحدث المستحيل هي حاجة مستحيل تحصل، زي ان انا اقول لك انت مش هتموت طول عمرك كله، هتفضل مخلد في الدنيا، والعياذ بالله يعني. طب الحدث المؤكد هو حدث اكيد هيحصل. العكس، زي ان انا اقول لك انت كده كده هتموت، ايا كان لو مش دلوقتي انت عموما انت هتموت، انت مش هتفضل عايش. فدي حاجه مؤكده ولا مش مؤكده؟ هي دي حاجه مؤكده كلنا عارفينها. يبقى الحدث المؤكد هو حدث يساوي واحد واحتماله 100%. يبقى الحدث المؤكد هو حدث يساوي واحد واحتماله 100%. افتكر الفرق بين الاثنين عشان هو بيجي يسالك فيها في الاختيارات. الاحتمالات، قانون الاحتمال واللي انا قلت لك بترمز له بلام وبعدها بتحط هنا اهو رمز الحدث اللي هو نفترض نفرض الحدث على طول بألف ورقة بقى. فالاحتمال باجي اكتبه، ما بكتبلوش الاحتمال بيساوي كده، بكتب له لام ألف احتمال الحدث، لأن ده رمز الحدث، فأنا بقول له احتمال إن الحدث ده ظهر كذا. الاحتمال بيساوي إيه بقى؟ الحدث على فضاء العينة. واحد هيقول لي أيوه فعلا، يعني لو جه قال لي احتمال ظهور العدد 3 في حجر النرد، أروح أقوم كاتب له 3 على المجموعه اللي هي 1 و2 و3 و4 بتاع. لا يا معلم،
انت مش هتكتب الارقام اللي طلعت. يعني هو بيقول لك احتمال ظهور العدد 3، انت مش هتروح تكتب له العدد 3، انت هتكتب له عدد عناصر الحدث وعدد عناصر فضاء العينه. يعني من الاخر الحدث ده بيساوي ايه؟ نون الف على نون ف. بمعنى نون الف، النون ديت اللي هي ايه؟ عدد عناصر. النون دي اللي هي ايه؟ عدد عناصر. يبقى نون الف على نون ف. يبقى الحدث اللي هو ايه؟ نون الف على نون ف، اللي هو من الاخر جزء على الكل. كده كده الحدث ده بيبقى جزء من فضاء العينه اصلا في التعريف، هو جزء من فضاء العينه، ده تعريف الحدث. هو من الاخر انا بقول لك فضاء العينه هي جميع النواتج، الحدث ده ناتج من نواتج، يبقى الحدث هو ايه؟ جزء. من الاخر هو بيديك في المساله الجزء اللي هو ظهور العدد 6، وبيديك فضاء العينه اللي هو قلت لي حجر نرد مثلا وانت تكتب فضاء العينه. فهو من الاخر انت بتقسم الجزء على الكل، او خلينا نعرفها بالتعريف الاصح، نون ف، نون الف على نون ف، اللي هو الحدث عدد عناصر الحدث او عدد عناصر الاحتمال. الامثله، بص بقى، بيقول لك ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة، فإن احتمال ظهور العدد عدد زوجي أولي. بص أنت خليك فاكر إن أنا قلت لك عدد زوجي أولي هو الوحيد الاثنين، فأنا ممكن أقوم رايح جاي أكتب المسألة على طول وماشي فيها بالخطوات، بس أنا همشي معاك خطوة بخطوة، أكيد مش عدد زوجي أولي لأن أنا عايزة إيدك تتعود على الخطوات. بص يا معلم، بيقول لك ألقي حجر نرد، أروح أقول له تعالى الف بيساوي، بص مجموعة ما تنساهوش، الفي بيساوي ايه؟ جميع العناصر صح؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، صح؟ تحتها النون ف، النون ف عدد عناصر الف، النون ف بيساوي كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ست عناصر، يبقى دي النون ف. أروح أكتب النون الناحية التانية، ساعة ما يجي يقول لك عدد زوجي واولي او اي نوعين اعداد، بروح اعمل اول حاجه الاول بس عشان ما اتلخبطش، اشوف اللي هنا و ولا او، اشوف اللي هنا و ولا او. طب ببساطه اهو، لو لقيته كاتب لي هنا و، لو لقيته كاتب لي هنا و، باخد المشترك. طب لو لقيته كاتب لي او، باخد كل ده. تاني معلش، لو لقيته كاتب لي و، باخد المشترك. طب لو لقيته كاتب لي او، باخد كله. بمعنى هو هنا كاتب لي و ولا او؟ و، وانا قايل لك ايه؟ باخد المشترك. واقوم عامل ايه؟ هو قال لك عدد زوجي، وقف المساله لحد هنا، روح اكتب له كل الاعداد الزوجيه اللي فضاء العينه اللي هي في حجر نجم. اقوم كاتب له الاعداد، الاعداد الزوجيه هي ايه؟ الواحد زوجي؟ لا، لان هو ما بيبقاش الاسم على الاثنين. الاثنين زوجي؟ اه. الثلاثه زوجي؟ لا. الاربعه زوجي؟ اه. الخمسه زوجي؟ لا. الستة زوجي؟ اه. ليه؟ لأنه بيقبل الاسم على الاثنين. فأنا كتبت له كل الأعداد الزوجية، خلصت الزوجي نروح للجزء اللي بعد أول، أو رايح كاتب تحتهم الأعداد الأولية، قوس مجموعة برضه الأعداد الأولية. الواحد أولي؟ لا. الاثنين أولي؟ اه. الثلاثة أولي؟ الثلاثة أولي؟ اه. الأربعة أولي؟ لا. الخمسة أولي؟ اه. يبقى دي كل الأعداد إيه؟ الزوجيه الاوليه. بقوم رايح كاتب له الاعداد الزوجيه بالاعداد الاوليه. طب عايز فرديه، اقوم كاتب له الفرديه والاوليه. طب عايز زوجيه وفرديه، اقوم كاتب له الزوجيه والفرديه. وبعدين اشوف هو عايز ايه بقى. هو قايل لي واحد، اروح اشوف المشترك. طب لو كان قال لي هو كل او، تقوم كاتب كل دول بس من غير ما اكرر. يعني مكرر هنا اتنين، اكتب الاثنين مره واحده. خلينا هنشوف مساله تانية على اول دلوقتي. هو بيقول لك دلوقتي وهي صح، اشوف المشترك. الاثنين موجوده فوق موجوده تحت؟ اه. الاربعه موجوده فوق موجوده تحت؟ لا. ستة موجودة فوق موجودة تحت؟ لا. يبقى العدد الوحيد هو الاثنين. يبقى أنا كده هروح أكتب له، أروح أكتب له كده أهو، مش أنا كتبت دي؟ أروح أكتب له كده أهو الألف اللي هو الحدث. خليك فاكر إن أنا أكتب له إن أنت رمزت الحدث، رمزت للحدث في المسألة بألف. الألف بيساوي قوس مجموع طلع الاثنين، صح؟ يبقى النون ألف، النون ألف كم عنصر؟ واحد. يبقى النون ألف بواحد. أروح أكتب القانون، قانون الاحتمال اللام ألف بيساوي نون ألف على نون ف.
اللي هي بيساوي كام؟ 1/2. لا 1/6، آسف، 1/6. نون في 6. يبقى الناتج هيطلع إيه؟ سدس. هو عموما احفظها، جاء لك عدد زوجي وأولي، عدد زوجي وأولي على طول روح اكتب الاحتمال سدس لو الناتج اختيارات، يعني إن هو العدد الفردي الوحيد. العدد الزوجي الأولي الوحيد. حتى مش حجر النمل، كتب لك عدد زوجي وأولي في 500 رقم. روح اكتب شوف ال 500 تقسم واحد على الكل لأن هو عدد زوجي واحد. ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة، فإن احتمال ظهور عدد فردي أول. قلت لك الخطوات، روح على طول اشتغل. أنا قايل له الفه يا عم، الفه بتاع حجر النرد إيه؟ 1 و2 و3 و4 و5 و6. كتبت الفه، أقوم كاتب له جنبها النون فه بيساوي عدد عناصر الفه اللي هم 6، يبقى ده النون فه. وبعدين أروح أشوف الحدث بيقول لي إيه. قايل لي عدد فردي واولي، ماليش دعوه باللي في النص دلوقتي، انا هخلي اللي في النص دي في الاخر، ما ابصش هي اول ولا غير في الاخر. ليه؟ عشان اكتب من اول كل حاجه تحت بعضها. هو عايز عدد فردي صح؟ تعالى يا عم نطلع له كل الاعداد الفرديه اللي موجوده. الاعداد الفرديه، الاعداد الفرديه اللي موجوده. الواحد فردي اه، الاثنين فردي لا، ثلاثه فردي اه، الاربعه فردي لا، يبقى الخمسه فردي اه. الاعداد الاولي، الواحد اولي لا، الاثنين اولي اه، ثلاثة اولي اه، الاربعة اولي لا، الخمسة اولي اه. ليه؟ لان ما قالش اسم على نفسه على واحد صحيح عشان هو بقى نعيد في الكلام ده. قال لي بقى روح بعدها بص، هو قال لي ولا او؟ قال لي او ولا قال لي او، اقوم رايح انا قايل لك الاو تعمل ايه؟ تاخد كل اللي قبله وتاخد كل اللي بعده، بس ما تكررش ارقام تاني. تاخد كل اللي قبله تاخد كل اللي بعده، بس اوعى تكرر ارقام. هو قال لي او يبقى هاخد كله، يبقى هاجي اقول له كده الحدث اللي هو الف بيساوي يا معلم قوس الواحد والثلاثة والخمسة والاثنين، والأحسن ترتبهم طبعا. الاثنين الثلاثة والخمسة، في تحت كمان الثلاثة والخمسة، لا الخمسة راح أكتبهم تاني لا، لأن أنا قايل لك مش هنكرر أرقام صح؟ فخلي بالك بقى من الموضوع ده. طب لو كان قال لي و أروح آخد المسطرة، يعني كنت أقوم رايح واخد له دي ودي، الحدث هيبقى ده وده. لو قايل لي و، تمام. جبت الألف، الألف إيه؟ هو واحد وثلاثة وخمسة واثنين صح؟ النون ألف، النون ألف بيساوي إيه؟ 1 2 3 4، 4 عناصر 4. يبقى اللام للألف، اللام ده اللي هو إيه؟ احتمال الحدث بيساوي القانون نون ألف على نون ف، اللي هي بيساوي كام؟ نون ألف على نون ف اللي هي بيساوي كام؟ 4/6، اللي هي بيساوي كام على الاتنين؟ فالاتنين على الاتنين فهم 3، اللي هو الناتج في الآخر طلع لي كام؟ 2/3. مثال سهل إن شاء الله سهل. مثال 3. فصل دراسي به 9 أشخاص، 3 منهم اسمهم أحمد. كتبت كل أسماء الفصل في ورقة. أولا تعالى نجيب المسألة من الأول بالراحة كده عشان أنت هتشوف المسألة هتتخض. لا هي تعالى واحدة واحدة. فصل دراسي ب9 أشخاص، 9 أشخاص والله ده راجل محترم. العدد هو عدد فضاء العينة، عدد عناصر فضاء العينة. هو قال لي 9 أشخاص، يبقى هو اداني النون فيه، أروح أكتب على طول أترجم يا باشا. النون فيه بيساوي 9. 3 منهم اسمهم أحمد. كتبت كل أسماء الفصل في ورقة، ثم اخترت اسم عشوائية. ما هو احتمال، ما هو احتمال ظهور اسم أحمد؟ وهو قال لي في كام واحد اسمه أحمد؟ 3 منهم اسمهم أحمد. يبقى الحدث عدد عناصره كام؟ 3، لأن في أحمد وأحمد وأحمد. أنا لو جيت أكتب الحدث ألاقي أحمد وأحمد وأحمد. بس أنا قايل لك قبل كده إن قوس المجموعة ما ينفعش تكرر فيه، قوس المجموعة ممنوع تكرر فيه أرقام. فأنا مش هروح أكتب له بقى الحدث هو كذا وأحمد وأحمد وأحمد، لأ. هو أنا هروح أكتب له النون ألف على طول، إن هو أنا هقول له الحدث هرمز له بألف صح؟ وقام راح قايل له إيه؟ النون ألف هو مديها لي في المسألة 3 اللي هو ايه، وقال لي 3 منهم اسمهم معاهم. بقى معايا النون فيه والنون الف، خلاص بقى مش هعمل خطوات. اقوم كاتب له اللام احتمال الف بيساوي نون الف على نون ف، اللي هي بيساوي كام؟ 3/9، اللي هي بيساوي كام؟ تولد
تمام. المثال ده سهل على فكره. صندوق به 12 كوره. راجل محترم ادالي النون فيه تاني. النون فيه بيساوي 12. 4 منها لونها أزرق. وإذا اخترنا كرة عشوائيا مع احتمال أن تكون كرة زرقاء. هو الحدث بيقول لك إيه؟ إن الكرة زرقاء. في كام كرة زرقاء فيهم كلهم؟ في 4 منهم لونها أزرق. يبقى راجل محترم وبرضه ادالي النون ألف. عدد عناصر الحدث 4. بقى معايا النون ألف والنون ف. اكتب قانونك. اللام للألف بيساوي. على فكره مش كل مساله اقعد اكتب لك الحدث هو الف. يبقى اكتب له انت في المساله، انما انا فهمتك ان الحدث هو الف. لام الف بيساوي نون الف على نون ف، اللي هي بيساوي 4 على 12، اللي هي بيساوي 1 على 3. تمام. تمام. مثال 5. رميت عملة معدنية مرة واحدة مع احتمال ظهور صورة. بص، عمله معدنيا اروح اكتب له، اعتبرها بص هي اي مساله عاديه، انا بروح اكتب له بدل هو مش مديلي النون فيه في المساله، مش مديلي عدد العناصر على طول، ومش مديلي النون الف اللي هو عدد عناصر الحدث على طول، بروح اشتغل في المساله زي ما انا علمتك في الاول على طول. وقال لك رميت عمله معدنيه، صح؟ وقف لحد هنا. اكتب له الف بيساوي الف بتاع العمله المعدنيه بيساوي ايه؟ صوره وكتابه وقوس مجموعة ما تنساش، وجنبها قوم كاتب له النون ف بيساوي دول كام عنصر؟ 2. دي أول نقطة في المسألة. مرة واحدة مع احتمال ظهور صورة. احتمال ظهور صورة. يبقى الحدث اللي هو ألف اللي هو بيساوي إيه؟ صورة. اللي حصل اللي هو إيه؟ صورة. عدد عناصر الحدث اللي هي كام؟ قوم كاتب جنبها على طول إيه؟ النون ألف. النون ألف بيساوي كام؟ 1. عدد عناصر الحدث اللي هو 1. اكتب القانون. اللام ألف بيساوي نون ألف على نون ف، اللي هي بيساوي 1 على 2. سهلة؟ سهل. رميت عملة معدنية مرتين مع احتمال ظهور صورة وكتابة. بس سهلة زي اللي فاتت. الف بيساوي صورة وكتابة. بس هو قال لك مرتين، أيوة كده يالا ذكي. وصورة وكتابة. هو بيقول لك مع احتمال ظهور صورة وكتابة، مع احتمال ظهور صورة ومع احتمال ظهور كتابة، تقوم رايح كاتب له الحدث تحت في في بتاع برضه، ونكمل المسألة زي المسألة اللي فاتت. يبقى أنت راجل غبي. انت راجل غبي ما تفهمش. فهو بيقول لك رميت عمله معدنيه مرتين مع احتمال ظهور صوره وكتابه. يعني المره الاولى طلعت صوره والمره الثانيه كتابه، فهو رابط الحدثين ببعض. ثاني حاجه انت رحت كتبت لي صوره وكتابه وصوره وكتابه في فضاء العينه، صح؟ انا مش لسه قايل لك قوس المجموع ما ينفعش يتحط في حاجه متكرره. يعني قوس المجموع ما ينفعش تحط فيه عنصر متكرر. كل اللي انت عملته ده هبل. كل اللي انت عملته ده ايه؟ هبل. تعالى كده واحده واحده نقول لك نعمل ايه. سمي الله كده وصلي على النبي. بص يا عم، تعال نفترضها كده نقولها، يعني نقسمها مرتين. انا رميتها المره الاولى اهو، ورميتها المره الثانيه. المره الاولى ممكن تطلع لي صوره وممكن تطلع لي كتابه، والمره الثانيه ممكن تطلع لي صوره وممكن تطلع لي كتابه. هو رابط الاثنين في بعض، صح؟ يعني ممكن في المره الاولى تطلع صوره والمره الثانيه تطلع صوره. ممكن في المره الاولى تطلع صوره. نجيب لون تاني مثلا. بص، ممكن في المره الاولى تطلع صوره والمره الثانيه تطلع صوره، وممكن في المره الاولى تطلع صوره والمره الثانيه تطلع كتابه. طب ممكن في المرة التانية تطلع في المرة الأولى تطلع كتابة والمرة التانية تطلع صور، وممكن في المرة الأولى تطلع كتابة والمرة التانية تطلع كتاب، صح؟ كده أنا عرفت كله أهو. تمام. يبقى أنا كده فضاء العينة بتاعي صورة وصورة وصورة وكتابة وكتابة وصورة وكتابة وكتابة. تاني معلش تاني. هو مش بيقول لك أنا رميت مرة عملة معدنية وبعدها رميت عملة معدنية تانية وعايز نتيجة دي لوحدها وعايز نتيجة دي لوحدها. هو بيقول لك رميت عملة معدنية مرتين، فإن احتمال ظهور المرة الأولى صورة والمرة التانية كتاب. ما هو صورة وكتابة هم مرتبهم لك كده، يعني بقول لك ظهور المرة الأولى صورة والمرة التانية كتاب. يبقى الحدثين مربوطين في بعض. يبقى أنا هجيب الاحتمال بتاع الاثنين مع بعض زوج مرتب. اللي أنا هعمله دلوقتي ده اسمه زوج مرتب. فالمره الاولى ممكن صوره وكتابه والمره الثانيه ممكن صوره وكتابه، صح؟ فانا ممكن المره الاولى طلعت صوره وانت رامي المره الثانيه بعدها على طول طلعت صوره. طب ممكن المره الاولى طلعت صوره وانت رامي المره الثانيه بعدها على طول طلعت كتابه. طب ممكن المره الاولى طلعت كتابه وانت رامي المره الثانيه بعدها على طول طلعت صوره. طب ممكن المره الاولى طلعت كتابه وانت رامي المره الثانيه بعدها على طول طلعت كتابه. يعني بمعنى فضاء العين هنكتبه ازاي؟ تعالى يا عم ركز.
فضاء العينة نفس اللي أنا قلته لك دلوقتي ده. بص، الف بيساوي قوس مجموع. أول حاجة أنا قلت لك إيه؟ صورة وصورة، قوس مجموع، وصورة وكتابة، وكتابة وصورة، وكتابة وكتابة. واحد هيقول لي انت مش لسه قايل لي مفيش حاجه بتتكرر في قوس المجموعه؟ قلت لك حاضر. انت قايل لي طب ما صوره وكتابه هي كتابه وصوره، انت فرقت ايه؟ قلبت دي مكان دي. بص يا معلم، القوس ده اسمه زوج مرتب، بمعنى يعني القوس ده بيعرفك ايه اللي حصل الاول وايه اللي حصل التاني. يعني ما ينفعش ابدل فيه، ما ينفعش اقول لك ما ينفعش اقول لك مثلا ظهر الصوره الاول وظهر الكتاب الاول، هي ظهر الكتاب الاول والصوره الاول، لان هو شريط لك اصلا في المساله ظهور الصوره وكتابه. يعني انا شرط لك ظهور صوره وبعدين كتابه، صح؟ فهو ده زوج مرتب، ما ينفعش ابدل فيه. زوج بيعرفك انهي حدث اللي حصل الاول وانهي حدث اللي حصل الثاني. فدي الفهم. بيقول لك بقى احتمال ظهور ايه؟ صوره وكتابه، صوره وكتابه، الصوره الاول والكتابه الثاني، الصوره الاول والكتابه الثاني. هنا اهو الصوره الاول والكتابه الثاني. فهنا احتمال ظهور صوره وكتابه كام؟ واحد. يبقى الالف بيساوي ايه؟ صورة وكتابة، ده الحدث، صح؟ النون فيه بكام؟ تعالى كده نكتب النون فيه. النون فيه بيساوي كام؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. يبقى النون فيه بيساوي أربعة. طب النون ألف كام؟ واحد. النون ألف بيساوي واحد. يبقى اكتب له القانون على طول وعوض. اللام ألف بيساوي نون ألف على نون فيه، اللي هي بيساوي واحد على أربعة، اللي هي بيساوي ربع. تمام؟ تمام. بيقول لك صندوق به 5 كرات، 3 منها حمراء، 3 منها حمراء و2 منها زرقاء. سحبنا سحبنا كرة عشوائيا مع الإحلال. خلي بالك بقى من الكلمتين اللي هقولهم لك دول واكتبهم عندك في ورق. لو جه قال لك مع الإحلال، معناها رجعتها مكانها. طب لو جه قال لك بدون إحلال، خدتها رميتها. تاني معلش، لو جه قال لك في المسألة مع الإحلال، يعني أنا شلت الكرة، هو بيقول لك صندوق بيه 5 كرات، قمت أنا مادي إيدي واخد الكرة من ال5 كرات وشفتها وقمت مرجعها مكانها، دي معناها إيه؟ مع الإحلال. طب بدون إحلال قمت شايل الكرة من ال5 كرات، شايفها وراميها بره، ما حطيتهاش في الصندوق تاني. طب ده هيفرق مع أهلي في إيه؟ هقول لك دلوقتي هيفرق معاهم. هتستعجلش، هتستعجلش. بسم الله. بص يعني، بيقول لك صندوق بيه 5 كرات، 3 منها حمراء واتنين زرقاء. 5 كرات، يبقى هو راجل محترم وقايل لي إن النون ف بيساوي 5. 3 منها حمراء واتنين زرقاء. سحبنا كرة عشوائيا مع الإحلال، ثم سحبنا كرة ثانية، وبعد سحبنا كرة ثانية مع الإحلال، ما احتمال أن تكون الكرتان حمراء. بص، في المسائل اللي زي دي، زي ما انا عملت معاك والقيع عمله معدنيه مرتين، انا هقوم اعمل الاثنين لوحدهم كده، كل واحده لوحدها، المره الاولى والمره الثانيه. هو بيقول لك في المره الاولى هشتغل في المره الاولى لوحدها. المره الاولى النون فيها بكام؟ 5، صح؟ بيقول لي ما احتمال ان تكون الكرتان حمراء. نقسم المره الاولى، يبقى كده المره الاولى هو بيقول لي ما احتمال ان تكون المره الاولى ايه؟ حمراء. يبقى النون الف، الالف هو كره حمراء، صح؟ طب عدد عناصر الكره الحمراء كام؟ 3. يبقى النون الف بيساوي 3. ليه النون الف بيساوي 3؟ لان هو بيقول لي احتمال ان تكون الكره حمراء. المره الاولى وبيقول لي احتمال ان تكون الكره حمراء، صح؟ فالكره الحمراء دي موجود منها كام مره؟ موجود كام كره حمراء في الخمسه؟ موجود 3. يبقى النون الف بيساوي 3. اروح اجيب له قانون اللام الف بيساوي النون الف اللي هي 3 على النون في اللي هي 5. ده الاحتمال الاول. اروح للمره الثانيه. قبل ما اروح للمره الثانيه تروح بقى تبص وقايل لك باحلال ولا بدون احلال. ليه؟ لان ببساطه انا لو كنت قلت لك في المساله دي بدون احلال، يعني انا شلتها ورميتها بره بعد التجربه الاولى. التجربه الثانيه النون فيها تتغير. ليه؟ هي النون فيه عدد جميع العناصر، يعني كانوا 5 كور، انا شلت كوره رميتها بره، يبقى في التجربه الثانيه هم بقوا 4 عناصر مش 5، فبقى النون فيه
ب4 مش ب5. تاني معلش، هو انا ليه بتفرق معايا مع الاحلال او بدون احلال؟ لو جيت قلت لك بدون احلال يعني انا شلتها ورميتها بره. معنى ان انا شلتها ورميتها بره ان عدد الكور الاجمالي قل. فمعنى ان الاجمالي قل ان النون فيه قلت. فده يفرق معايا في حل المساله. بمعنى هنشوف واحده بدون مع الاحلال بدون احلال من المره الجايه، انما المره دي مع الاحلال يعني هو شالها وحطها مكانها، هو راجل محترم مش عايز يتعبنا. طيب النون فيه ثابته زي ما هي، لان هو قايل لي ايه؟ ان هو قايل لي ايه مع الاحلال؟ النون فيه ب5. النون ألف هي نفس الموضوع. النون ألف بيقول لي احتمال ظهور كرة حمراء. أن احتمال ظهور كرة حمراء عدد مرات الكرة الحمراء. فواحد هيقول لي طب ما الكرة الحمراء كده هتقول لي إن أنا شلت واحدة، أو أنت حتة غبي. أنت نسيت إن إحنا بنقول دي تجربة عشوائية. يعني مش شرط أصلا الكرة اللي أنا شلتها في الأول تكون حمراء. أنا بعمل احتمال على الكل، فاهم؟ يعني ممكن الكرة اللي أنا شلتها وحطيتها تاني ما كانتش حمراء أصلا، يعني لو كان قال لي بدون إحلال، فاهم؟ فهي انت مالكش دعوه خالص، ما تغيرش اي حاجه في الحدث. الحدث ثابت، عدد الحدث ثابت. النون ألف بيساوي 3، يبقى راح أكتب له الله ألف بيساوي 3/5. طيب هو بقى دلوقتي أنا جبت حدث المرة الأولى لوحده وحدث المرة التانية لوحده. بعمل إيه؟ بضربهم في بعض. يعني بعمل إيه؟ هتلاحظوا بضربهم في بعض. طب بضرب إزاي؟ الضرب عموما سهل. الضرب بتعمل ايه؟ بتضرب بسط ببسط المقام في مقام، مفيش فزلكه. انت بتضرب بس حتى لو المقام واحد يقول لي المقام واحد وانا ضارب الاثنين فوق في بعض المقام واحد، جدع ارقام. يا عمنا اللي انت بتعمله ده بتاع الجامعه والطرح. الضرب بضرب بسط ببسط المقام في مقام بس. فهضرب 3 في 3 ب9، 5 في 5 ب25. يبقى ده الناتج الاجمالي الاخير. تمام؟ تمام. بيقول لك صندوق به 6 كرات، 4 منها خضراء و2 صفراء. سحبنا كرتين متتاليتين بدون إحلال. ركز عشان قال لك بدون إحلال. ركز عشان قال لك بدون إحلال. ما احتمال أن تكون الكرتان صفراويان زيكم كده. بص يا معلم، أول حاجة هو طلع راجل محترم وقايل لي إن النون فيه بيساوي 6. فالنون فيه معايا اهو. خلي بالك بقى بكلمه بدون احلال. بروح اعمل المره الاولى ماليش دعوه اقلب باحلال ولا بدون احلال، انا اعمل التجربه الاولى اول مره. يبقى الاولى اهي. الاولى هو مديني النون فيه ب6 صح، بيقول لي ما احتمال ان تكون الكرتان صفراويتان. الحدث هو ظهور كره صفراء، الحدث الاول هو ظهور كره صفراء. يعني اقول لك كرتين صفراويتان، في المره الاولى ظهر اصفر والمره الثانيه ظهر اصفر. هاخد المره الاولى دلوقتي ماليش دعوه بالمره الثانيه. فبيقول لك ما احتمال ان تكون الكرتان صفراويان. كره صفراء، في كام كره صفراء؟ 2. يبقى النون الف بيساوي 2. صح؟ هروح اكتب القانون لام الالف بيساوي 2/6 اللي هي بيساوي تلت. صح؟ تمام. نروح للجزء الثاني. قبل ما اروح للمره الثانيه بروح ابص هو باحلال ولا بدون احلال؟ بدون احلال. صح؟ شلت كام كوره؟ قال لك سحبنا كوره. صح؟ سحبنا في المره الاولى كوره واحده. صح؟ بدون احلال اروح اجري اقوم نقص النون فيه 1. طب لو قال لي سحبنا كورتين في المره الاولى اروح اجري انقص النون فيه 2. سحبنا 3 كورات اروح اجري انقص النون فيه 3. يبقى النون فيه ما بقتش ب6، بقت ب5. ليه؟ لان هو قال لي بدون احلال، خد الكوره رماها بره، فالاجمالي اللي هو عدد عناصر فضاء العينه قل. تمام. النون الف ثابت زي ما هو. ثابت زي ما هو يا غابه. انا لسه قايل لك من شويه ان انت ما تعرفش انت سحبت كوره صفراء ولا مش صفراء. انت احتمال انت ساحب على امل ان هي تطلع صفراء، بس هي مش شرط ان تطلع صفراء. فانت بتعمل الاحتمال فيه. فهو عدد الكرات الصفراء كام؟ 3 زي 2 زي ما هو. يبقى الاجمالي 2/5. لام الف نون الف على نون ف. بعمل ايه بينهم؟ بضربهم. تمام. بعمل ايه بينهم هما الاثنين؟ ضربتهم. تمام. بص المقام في مقام 2. 3 في 5 ب15. 2/15. تمام. تمام. كلام محترم، كلام محترم. نروح يا صديقي يا حبيب قلبي للجزء الرياضيات. يلا بينا، يلا بينا. نيجي يا حبيب قلبي لجزء الرياضيات اللي هو الجزء الأهم من وجهة نظري. الجزء ده بقى أنا عايزك تركز بقدر الإمكان فيه، عشان إحنا هنقول كل العمليات وكل حاجة أنت ممكن تحتاجها في حل المسائل في الإحصاء. انما الجزء الاولاني فهو انا كنت ممكن اصلا المره في وسط الحصص، انما الجزء ده فيه تفاصيل صغيره انت هتحتاجها على مدار السنه كامله.
من اول بقى ازاي تقسم، ازاي تجمع، ازاي تضرب. وفي نقطه بقى انا عايز انبه عليها. بعض المدرسين الافاضل لما جيت اشوف فيديوهات التاسيس اللي موجوده على اليوتيوب، لقيت اغلب المدرسين بيعلموك تعمل كل حاجه رياضيا على الاله الحاسبه. هو لا شك ان انت لازم تكون متعلم تعمل كل حاجه على الاله الحاسبه ازاي، يعني دي حاجه مش هننكرها كلنا، دي حاجه مهمه. بس انا شايفها مشكله ان هو ياسسك كده. يعني انا شفت احد المدرسين س زائد 5 بيساوي 3، بيقول لك تعملها ازاي على الحاسبه، اللي هو انت تقعد تعمل شيفت كالك والفا كالك ومواويل، وانت ممكن كل الحوار انت هتعمل 5 الناحيه التانيه بعكس الاشاره، خلاص انت جبت الناتج. فانت هتضيع على نفسك وقت. الامتحان يا صديقي 35 سؤال، ال 35 سؤال دول في 3 ساعات. يعني السؤال المتوسط لو شلنا ربع ساعه في الاول وربع ساعه في الاخر بتاع التوزيع، والربع ساعه في الاخر بتاع اللم والبابل شيت، انت بتتكلم في ان السؤال 5 دقائق. انت الخطوه اللي انت ممكن تعملها في دقيقتين ده ايه؟ في دقيقتين 3 على الاله الحاسبه انت ممكن تعملها في دماغك بثانيه بالنظر لو انت اتعلمت تحل كتير. فانا في الفيديو ده مش هقول لك الاله الحاسبه دي بتستخدمها ازاي اصلا، انا هقول لك كل حاجه بتحاول تعملها ازاي بدماغك. والحاجات اللي هتحتاج آلة حاسبة موقف مش هكمل، اقول لك يبقى اعملها على آلة حاسبة. وعايز فيديو تاني اعلمك كل حاجة على الآلة الحاسبة مفيش مشكلة. بس انا عايزك تبقى مركز معايا في كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. بص يا عم، اول حاجة هناخدها معانا انواع الاعداد. انواع الاعداد، يعني ايه انواع الاعداد اصلا؟ الاعداد عندنا متقسمة لمجموعات، يعني كذا نوع. اول نوع عندنا هي حاجة اسمها اعداد العد. يعني ايه اعداد العد اللي احنا بنقولها دي؟ اعداد العد دي من الاخر اللي انا لما اجي اقول لك عد الفصل، يلا يا عم روح قوم كده، اقوم قايل لك قوم عد الفصل بتاعك، تقوم قايل لي ايه؟ 1 2 3 4 5 6. تاني هتقول لي 1 2 3 4 5 6، ينفع اقول لك قوم عد الفصل تقوم قايل لي صفر سالب 1 سالب 2؟ لا، لان سالب 1 دي يعني بطرح، يعني حاجه مش موجوده. صفر يعني حاجه مش موجوده. انما لما اجي اقول لك عد تبدا ب 1 2 3 4. يبقى أنا لو جيت اعرف تعريف صحيح ليها يقول هي اعداد صحيح موجبه اكبر من الصفر. هي كل الأعداد الصحيحة الموجبة اللي أكبر من الصفر، هي دي أعداد العدد. نروح للي بعدها. تاني حاجة الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية هي من الآخر هي كل الأعداد الصحيحة الموجبة. يعني الأعداد الطبيعية هي كل الأعداد اللي أنا وأنت عارفينها وإحنا صغيرين قبل ما نعرف السوالف، اللي هي صفر 1 2 3 4 5 6. اللي أنا قلت لك قلت لعيل صغير قول لي الأعداد، يقول لي الأعداد إيه الطبيعي اللي أنا عارفها؟ صفر 1 2 3 4 5 6. دي الأعداد الطبيعية. هو خلي بالك ان انا كل اللي انا بقوله هي الاعداد الصحيحه التي تبدا من صفر الى ما لا نهايه، والاعداد اللي فوق اعداد العد هي اعداد صحيحه تبدا من واحد الى ما لا نهايه. فمعنى كده ان الاعداد العد تنتمي للصحيح، والاعداد الطبيعيه برضو تنتمي للصحيح. صح؟ صح. نروح للاعداد اللي بعدها. انواع الاعداد، النوع الأهم هو الأعداد الصحيحة. يعني الأعداد الصحيحة هي كل الأعداد اللي تعرفها يا معلم، سالب بموجب بصفر، بس شرط وحيد بس، إن هي ما يكونش فيها كسور. يعني صفر 1 2 3 4 وسالب 1 سالب 2 اللي هي على خط الأعداد من الآخر، مش خط الأعداد أهو. صفر سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 صفر 1 2 3 4 5. دي كلها إلى ما لا نهاية هنا وإلى ما لا نهاية هنا، دي الأعداد الصحيحة. طب لو جيت قلت لك 1.5، دي مش عدد صحيح. ليه؟ لأن هنا شايل لك بس ما عدا الأعداد اللي فيها رقم 10، يعني شرط إن ما يكونش العدد فيه رقم 10. تمام؟ تمام. نيجي للأعداد الأكبر، الجزء الأكبر. الأعداد النسبية هي كل الأعداد اللي تعرفها سالب بموجب بكسر. يعني أكبر حاجة، يعني لو جينا نعمل كده بص مخطط أعداد العد تنتمي للطبيعي، تنتمي للصحيح، تنتمي للنسبي. يعني انا كده عرفت ان اصغر حاجه اعداد العدد واللي بتشمل كل الاعداد النسبيه. يبقى الاعداد النسبيه جواها الصحيح، والاعداد الصحيحه جواها الطبيعيه، والاعداد العدد جواها ما جواهاش حاجه. يبقى الاعداد النسبيه هي فيها صحيح وطبيعيه وعد، والاعداد الصحيحه هي فيها الطبيعيه والعد، والاعداد الطبيعيه فيها العد. الاعداد العد هي اصغر حاجه. نروح بعدها للأعداد الفردية واللي أنا قلتها لك فوق. الأعداد الفردية هي أعداد لا تقبل القسمة على اتنين، عشان لو حد شاف الفيديو رياضيا بس، فخلينا أقول يعني إيه لا تقبل القسمة على اتنين؟ يعني عدد لو أنا قسمته على الاتنين هيطلع لي كسر.
لو انا قسمته على الاتنين هيطلع لي كسر. بمعنى، تعالى كده نقسم الواحد على الاتنين، واحد على الاتنين بنص. تعالى نقسم التلاتة على الاتنين، تلاتة على الاتنين بتلاتة على الاتنين اللي هي واحد ونص، اللي هي هتطلع كسر أو رقم 10. طب أقول لك، تعالى مثلا نقسم الأربعة اللي مش موجودة، يعني الأربعة زوجي. تعالى نجرب نقسم الأربعة على الاتنين. الأربعة على الاتنين طلعت لي اتنين عادي، يبقى الأربعة قبلت القسمة على الاتنين، يبقى الأربعة ما تنفعش. يبقى الأربعة إيه؟ ما تنفعش. تمام. السبعة تعالى اقسمها على الاتنين هتطلع لك تلاتة ونص. طب التسعة تعالى اقسمها على الاتنين هتطلع لك أربعة ونص. الحداشر هتيجي تقسمها على الاتنين هتطلع لك خمسة ونص. طب التلاتاشر تيجي تقسمها على الاتنين هتطلع لك ستة ونص. فكل الأعداد دي أنت لو جيت تقسمها على الاتنين هي مش هتطلع لك عدد صحيح، هتطلع لك عدد عشري. نيجي لعكسهم بقى، هي الأعداد الزوجية. الأعداد الزوجية هي الأعداد التي تقبل القسمة على اتنين. بمعنى لو جيت أقسمها على الاتنين هتطلع عدد صحيح. صفر على الاتنين بصفر، اتنين على الاتنين بواحد، أربعة على الاتنين باتنين، ستة على الاتنين بتلاتة، تمانية على الاتنين بأربعة، عشرة على الاتنين بخمسة، اتناشر على الاتنين بستة، أربعتاشر على الاتنين بسبعة، ستاشر على الاتنين بتمانية. يبقى أنا كل الأعداد دي لما جيت أقسمها على الاتنين، ولما جيت أجرب أقسمها على الاتنين طلعت لي عدد صحيح. بص بقى، طب لو جاب لي رقم كبير أعرف منين صحيح ولا آه أعرف منين زوجي ولا فردي؟ أروح أبص لأحاده. يعني لو جاب لي مثلا 533، العدد الآحاد بتاعه فردي صح؟ يبقى العدد ده فردي صح؟ لأن العدد بتاعه لا يقبل القسمة على الاثنين. يعني لو جيت قلت لك 533 على الاثنين هتلاقيها طلعت لك كسر. طب لو جيت قلت لك 532 يقبل الاسم على الاثنين هتلاقيه بيقبل الاسم على الاثنين. ليه؟ لأن أحاده كام؟ أحاده زوجي. فأنا لو لقيت رقم كبير بص الآحاد، جرب اسمه على الاثنين، هو عموما سهل، بس أنا بقول لك بص الآحاد. دي حاجة سريعة يعني تعرفها، بس خليك طمن نفسك وجرب على الآلة الحاسبة. الأعداد الأولية قلناها فوق وهنقولها تاني. كاتبها لك هنا بقى بالتعريف اللي أنا قلته لك فوق. هي أعداد متكبرة ما بتقبلش الاسم اللي على نفسها والواحد الصحيح. يعني هي أعداد بتقول لك يا عم أنا مش هتقسم على أي حاجة غير نفسي، أنا نفسي ثم نفسي ثم حالي. أنا مش هتقسم على أي حاجة غير نفسي وعلى الواحد الصحيح. يعني لو جيت أقسم أي عدد من الأعداد دي على أي رقم تاني مش هينفع، هيطلع لي كسر. الاتنين بتقبل الاسم على حاجة غير نفسها، والواحد لا، الاتنين ما بتقبلش على الواحد. طب اللي احنا هنا التلاتة بتبقى عن اسم على نفسها على أي حاجة، أو الواحد طب الواحد لا. طب لو جيت هنا الأربعة مش موجودة. الأربعة لو جيت أقسمها، الأربعة بتقبل اسم على نفسها، بتقبل اسم على نفسها. طب الأربعة بتقبل اسم على حاجة تانية؟ الأربعة بتقبل اسم على الاتنين صح؟ يبقى دي مش أولي. الخمسة بتقبل اسم على حاجة تانية؟ لا، على نفسها بس والواحد. السبعة نفسها بس والواحد. في هنا التسعة، واحد قال لي ما التسعة فردي زيهم حطه. لا، تعالى كده، التسعة بتقبل اسم على نفسها طب التسعة بتقبل اسم على حاجة تانية؟ التسعة بتقبل اسم على التلاتة صح؟ تمام. ال11 بتبقى اسم على نفسها بس. ال13، طب واحد يقول لي ال15، تعالى كده نجرب ال15. ال15 اقسمها على نفسها طلعت واحد. طب تعالى كده نقسم ال15 على رقم تاني. ال15 ينفع تقسم على رقم تاني؟ زي ال15 ممكن اقسمها على التلاتة، 15 ممكن اقسمها على الخمسة صح؟ كل دي ال15 ممكن اقسمهم على ايه. وهكذا لو كملت للاخر. ال25 فرد هحطه؟ لا. ليه؟ لان ال25 لو جيت اجرب اقسمه على أي عدد تاني، ال25 هيتقسم. بمعنى ال25 ينفع يتقسم على حاجة تانية؟ ينفع يتقسم على الخمسة صح؟ فال25 بيبقى اسم على رقم غير نفسه والواحد، فإذا عدد مش أولي. أمثلة هتفهمك أكتر. بيقول لك صنف الأعداد التالية لزوجي وفردي. تعالى يا معلم، ال47 زوجي ولا فردي؟ أحاده فردي ولا زوجي؟ فردي. يبقى ال47 فردي. خلينا نرمز للفردي مثلا عشان معلش نكتب فردي وزوجي. تعال نرمز للفردي بسين والزوجي بصاد. ماشي، تعالى نعمل كده اهو. استنى، تعالى نعمل كده اهو، نقسمهم كده عشان نعرف ايه نعمل. بص يا عم، ال47 زوجي ولا فردي؟ أحده إيه؟ فردي. يبقى ال47 فردي. الفردي نرسمه بسين. ال12 أحده إيه؟ زوجي. يبقى ال12 نرمز له بصاد. ال12 زوجي. 89 أحده فردي. يبقى 89 سي فردي. ال34 أحده زوجي. يبقى ال34 زوجي. ال51 أحده فردي. يبقى ال51 رقم فردي. 68 أحده زوجي. يبقى 68 رقم زوجي.
ال77 أحاده فردي، يبقى ال77 رقم فردي. ال100 أحاده زوجي، يبقى ال100 رقم زوجي. ال29 أحاده فردي، يبقى هو رقم فردي. الستة زوجي، لأن الست ده أصلا رقم زوجي عادي، بيبقى الاسم على الاتنين. ال55 أحاده فردي، يبقى هو رقم فردي. صح؟ إيه ده؟ احنا ماشي، استنى، احنا كده بنجيب ازاي فرد والأول في أولا، أنا ما خدتش بالي منها، هنعملها تاني دلوقتي. الست زوجي. ال55 فردي، ليه؟ لأن أحاده فردي. ال42 أحاده زوجي، يبقى ال42 زوجي. 73 أحاده فردي، يبقى 73 فردي. ال24 أحاده زوجي، يبقى ال24 زوجي. ال81 أحاده فردي، يبقى ال81 فردي. بص يا معلم، بيقول لك وأولي. تعال بقى الأعداد الأولية بمعنى إيه من الآخر؟ هي أعداد نشوفها بتقبل الاسم على حاجة ولا لأ. بمعنى ال47 ينفع نقسمها على الاتنين؟ يعني كده تعالى كده كده نجرب ال47 على الاتنين، هتنفع؟ طب بص أقول لك على حاجة حلوة. أي رقم هتلاقي أحاده رقم أولي فهو الأول القسم على الاتنين. بمعنى تعالى هنا، أحاده رقم أولي فردي، رقم أولي فردي، أولي فردي، يبقى هو هتلاقي نفس الموضوع. بمعنى بص يا عم، 47 47 47 أحاده أولي فردي. إحنا هنعمل على الأولي دلوقتي علامة صح، ماشي؟ نعمل على الأولي صح. ال47 أحاده أولي صح؟ أحده أولي صح؟ طب أولي فردي؟ يبقى صح، ده أولي. ال12 أولي؟ لأ. ليه؟ لأن 12 زوجي، زوجي خلاص ما تكتبوش، أنا لازم بقول لك اللي تلاقي أحاده أولي فردي يبقى ده عدد أولي، اللي تلاقي أحاده أولي فردي يبقى ده عدد أولي. ال 89 أولي فردي؟ لأ. تمام؟ ال 89 أنت لو جيت تقسمها على الأربعة التلاتة مثلا هتمشي تقريبا. بال 89 مش 89، مش عارف. 89 أولي. بص أنا ما قسمتهاش، بس ال 89 هيطلع أولي. 89 هيطلع أولي. أحادي فردي في الغالب، اللي هتلاقي الرقم الأحادي بتاعه فردي هو هتلاقيه أولي. ال 34 زوجي، يبقى ال 34 مش أولي. ال 51 فردي، يبقى ال 51 أولي. ال 68 زوجي، يبقى ده مش أولي. ال 77 فردي، يبقى ال 77 أولي. ال 100 زوجي، يبقى ده مش أولي. ال 29 فردي، يبقى ده مش أولي. آه الستة زوجي، يبقى ده مش أولي. لا، ال 29 أولي يا جماعة، 29 أولي إن هو فردي أهو، العدد الأحاد بتاعه فردي. ال 55 أولي. ده ال 55 بيبقى على الخمسة، أي حاجة فيها خمسة. وال100 مش أولي. 55 أو مش أولي، لأن ال 55 بيبقى على خمسة. بص، أي حاجة فيها 60، 10، 20، 30، 40، 60، أو 15، 25، 35، 45، 65، أي حاجة فيها خمسة، فيها خمسة بجدول ضرب الخمسة من الآخر، هي مش أولي لأن هي بتبقى اسم على الخمسة. ال 42 أولي، مش أولي قصدي، لأن 42 زوج. 73 مش أولي، أولي. ال 24 أولي، ال24 مش أولي. ال81 ال81 فردي، يبقى ال81 لا، ال81 مش أولي. ال81 مش أولي، ال81 بيقبل على التسعة. صح؟ صح. من 9 9 ب81. تمام. هو في الغالب انت تقعد تجرب على الآلة الحاسبة، لأن الموضوع هيتوهك. أنا بقول لك حاجات ممكن تعرفها منها، بس في الغالب الموضوع هيتوهك على الآلة الحاسبة. بيقول لك اكتب الأعداد الزوجية اللي أقل من 35. الزوجي بيبدأ من كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزوجي بيبدأ من كام؟ من صفر، صح؟ يلا هتزود اتنين. اتنين، أربعة، ستة، تمانية، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22،
24 26 28 30 32 34. ال 35 مش معانا، اللي هو قال لك أقل من 35، يبقى في 36 مش معانا. تاني حاجة بقى جمع وطرح الأعداد. بص يا عمي، في جمع وطرح الأعداد يا إما تلاقي الإشارتين شبه بعض، يا إما تلاقي الإشارتين مختلفة. بمعنى لو الإشارتين شبه بعض، جيت قلت لك مثلا 2 زائد 5، هيها سالب 2 ناقص 5. ايه ده ازاي؟ بص هقول، لو الاشارات مشتبهه بجمع الرقمين بنفس الاشاره. الاتنين هنا اشاراتهم متشابهه والاتنين هنا اشاراتهم متشابهه، صح؟ بقوم رايح جامع، يعني هنا في سالب في النص واجمع الاشارات متشابهه، الاشارتين زي بعض، بجمع الاشارتين بنفس الاشاره. يبقى سالب 2 زائد 5 بيساوي 7. طب سالب 2 ناقص 5 بيساوي سالب 7، لان انا قلت لك بكام؟ بنفس الاشاره. يبقى لو الاشارات متشابهه بجمع الاثنين بنفس الاشاره. طب لو الاشارات مختلفه باخد اشاره الرقم الكبير وبطرحه. يعني لو نفس المثال هنا اهو، سالب 2 زائد 5 و2 ناقص 5. سالب 2 زائد 5 الاشارات مختلفه، اخد اشاره الرقم الكبير اللي هي موجب واطرحهم من بعض، صح؟ يبقى كام؟ يبقى 3. طب هنا 2 ناقص 5 اخد اشاره الرقم الكبير اللي هي سالب واطرحهم من بعض اللي هي سالب 3. يبقى دي هي دي. يعني لو الاشارات متشابهه باخد اشاره اي واحد فيهم وبجمع. طب لو الاشارات مختلفه باخد اشاره الكبير وبطرح. نروح للي بعده. بص دي حاجات هتفهمك اكتر. سالب 36 ناقص 20، الاشارات متشابهه، يبقى اجمعه، احط اشاره اي واحد فيهم واجمعهم. 36 و20 يبقى 56. روح اعملها على الحاسب، روح اعملها على الحاسب. 16 و16 الاشارات متشابهه ولا مختلفه؟ الاشارات مختلفه، يبقى اخد اشاره الكبير. طب الاثنين زي بعض، هو سيبك من الاثنين زي بعض، انا قايل لك لو الاشارات مختلفه انت بتعمل ايه؟ بتطرحهم من بعض، صح؟ طب 16 ناقص 16 صفر، يعني 16 ناقص 16 16 واحد ناقص 16 واحده بالموجب واحده بالسالب، الاثنين بيروحوا مع بعض. تمام. سالب 36 زائد 20، تاني معلش، سالب 36 زائد 20 الاشارات مختلفه ولا متشابهه؟ مختلفه، يبقى اخد اشاره الكبير اللي هي سالب واطرح. 36 ناقص 20 يبقى 16، يبقى سالب 16. شرط الكبير واطرح. طب سالب 16 ناقص سالب 16، مش ده قوس؟ فك في في العمليات الحسابيه اول حاجه تفك الاقواس. بفك الاقواس يبقى هضرب السالب ده جوه، صح؟ سالب في سالب بموجب، فهتبقى دي سالب 16 زائد 16 برضه، هتبقى بيساوي نفس الصفر. واحد هيتذاكر يقوم قايل لي اهو اشارتين نفس بعض، يبقى حط اشاره اي واحد فيهم واجمع، يبقى الاجابه في الاخر 32. جدع يلا صائب. المربع الكامل هي الاعداد اللي لما اجيب لها الجذر التربيعي تدينا عدد صحيح. بمعنى لو جيت خدت الجذر التربيعي هتديني عدد صحيح، ينفع اطلعها من تحت الجذر وعدد صحيح. بمعنى تعال نجرب كده. الواحد، جذر الواحد بكام؟ بواحد، طلع لي عدد صحيح ولا مش عدد صحيح؟ عدد صحيح. الاتنين، جذر الاتنين بكام؟ جرب جذر الاتنين هتطلع لك كسور، يبقى مش عدد صحيح. تمام. جرب جذر التلاتة وطلع لك كسور، يبقى مش عدد صحيح. طب جرب جذر الأربعة، جذر الأربعة بكام؟ باتنين. طب جذر التسعة بتلاتة. طب جذر الستاشر بأربعة. طب جذر الخمسة وعشرين بخمسة. طب جذر الستة وتلاتين بستة. طب جذر التسعة وأربعين بسبعة. هي كده اللي هم بالآخر اللي أنا هحطه تحت الجذر التربيع أجربه الاقيه بيطلع لي عدد صحيح مش كسر. ان المكعب الكامل بقى، المكعب الكامل هي من الاخر الاعداد اللي لو حطيتها تحت الجذر التكعيبي، ده جذر تكعيب اهو وده جذر تربيع، يبقى الاعداد اللي لو حطيتها تحت الجذر التكعيبي هتطلع لي عدد صحيح، وهنا تحت الجذر التربيع هتطلع لي عدد صحيح. يعني الواحد لو جيت احطه تحت الجذر التكعيبي هيطلع لي واحد. التمانية لو جيت احطها تحت الجذر التكعيبي هتطلع لي 2. ال 27 لو جيت اطلع لي من تحت الجذر التكعيبي هتطلع لي 3. ال 125 لو جيت اطلعها من تحت الجذر التكعيبي هتطلع لي 5. ال 216 طلع لي 7 تقريبا او 8. المهم بيبقى اعملهم على الآلة الحاسبة، يعني المواضيع دي بسيطة، دي اعملهم على الآلة الحاسبة. انا مربع كامل الأقل من 50. من الآخر أنا عشان أكتب أعداد المربع الكامل الأقل من 50 عارف جدول الضرب امسكه من أول واحد لحد ما تطلع.
يعني بالاخر اضرب الواحد في واحد والاثنين في اثنين والثلاثه في ثلاثه والاربعه في اربعه والخمسه في خمسه والسته في سته والسبعه في سبعه والثمانيه في ثمانيه لحد ما اشوف اللي هيبقى اقل من 50. يعني اول حاجه الواحد بواحد بواحد، الاثنين في اثنين باربعه، الثلاثه في ثلاثه بتسعه، الاربعه في اربعه ب 16، الخمسه في خمسه ب 25، السته في سته ب 36، السبعه في سبعه ب 49، 8 في 8 ب 64. لا مش معايا، يبقى انا اخري 49. يبقى دي اعداد المربع الكامل. طب اكتب اعداد المكعب الكامل الاقل من 300. ديت هتروح تعمل فيها ايه؟ بص، هتيجي تكتب، تضرب كل رقم في نفسه 3 مرات. يعني الاتنين في اتنين في اتنين، اتنين في اتنين في اتنين ب8، التلاتة في تلاتة ب9، تسعة في تلاتة ها ب27. تفضل ماشي كده بقى في المسألة كلها، تضرب كل رقم في نفسه 3 مرات، أو على الآلة الحاسبة تقعد تكعب كل رقم. أنا بس عشان نستجيب الآلة الحاسبة فأنا مش هعرف أعمل الأرقام دي كلها. عوامل العدد هي الأعداد اللي العدد بيقبل الاسم عليها ببساطة. لو جيت قلت لك 10، العشرة ممكن تقسمها على ايه؟ ممكن اقسمها على الواحد، وممكن اقسمها على الاثنين، وممكن اقسمها على الخمسة. طب الثمانية ممكن اقسمها على الواحد، وممكن اقسمها على الاثنين، وممكن اقسمها على الأربعة. طب ال 12 ممكن اقسمها على الواحد، وممكن اقسمها على الثلاثة، وممكن اقسمها على الأربعة، وممكن اقسمها على الاثنين. خلينا بس استنتجنا حاجة، ان الواحد هو عامل لكل الأرقام. يبقى رقم الواحد هو عامل لكل أرقام الدنيا. تمام. عوامل العدد بقى هي الأعداد اللي العدد بيبقى الاسم عليها. بمعنى لو جيت قلت لك عوامل العدد 16، عوامل العدد 16 هو ايه؟ هو العدد 16 بيبقى الاسم على ايه؟ قال لي على الواحد كده كده، على الاثنين، ال 16 بيبقى الاسم على الاربعه، ال 16 بيبقى الاسم على الثمانيه، صح؟ يبقى دي عوامل العدد 16. طيب لو جيت قلت لك عوامل العدد 20، عوامل العدد 20، قال لي الواحد، الاثنين، الخمسه، العشره، صح؟ طيب والاربعه، الأربعة في خمسة ب20. طيب لو جيت قلت لك بقى مضاعفات العدد، هي الأعداد اللي بتقبل الاسم على العدد. بمعنى مضاعفات العدد 8، الأعداد اللي ينفع تتقسم على الثمانية. يعني الثمانية ينفع نقسم عليها إيه؟ 8 ينفع نقسم عليها 8 زيها، ينفع نقسم عليها 16. من الآخر امسك جدول ضرب الثمانية، 8 في 8، الثمانية في واحد، والثمانية في اتنين، والثمانية في تلاتة، والثمانية في أربعة، والثمانية في خمسة. تشوف كل دول هيطلعوا لك إيه؟ وهو دي مضاعفات العدد. يعني مثلا الثمانية ينفع تتقبل الاسم على ايه؟ على الواحد. 8 على 8 فيها الواحد. ينفع تقبل الاسم على 16، 16 على 8، 16 على 8 فيها كام؟ فيها الاثنين. 24 على 8 فيها الثلاثة، 32 على 8 فيها الأربعة، 40 على 8 فيها الخمسة، 48 على 8 فيها الست، صح؟ آه 56 على 8 فيها السبعة، 64 على 8 فالثمانية. فهي دي كلها مضاعفات العدد 8، كل الأعداد كده. يعني لو جيت قلت لك مثلا مضاعفات العدد 6، الستة، يعني لو جيت قلت لك مضاعفات العدد 6، إذا مضاعفات العدد 6 اللي هو إيه؟ 6 في واحد، 6 في اتنين، 6 في تلاتة، 6 في أربعة، 6 في خمسة، وأفضل ماشي بقى كده، 6 في 6 في 36، 6 في 7 42. تفضل ماشي بقى في نفس الهيئة دي. بيقول لك اكتب عوامل العدد 6، 8، 12، 24، 36. يعني ايه عوامل العدد؟ من الآخر هي الأعداد اللي العدد ده ممكن يبقى الاسم عليها. عوامل العدد 6، عوامل العدد 6، أول واحد أهو. عوامل العدد 6، 6 ينفع يتقسم على إيه؟ على الواحد وعلى الاتنين وعلى التلاتة. دي عوامل العدد 6. تمام. ينفع يتقسم على حاجة تانية وعلى الستة. تمام. عوامل العدد 8، التمانية ينفع تتقسم، التمانية ينفع تتقسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى الأربعة وعلى التمانية، صح؟ فدي عوامل العدد 8. عوامل العدد 12، ال 12 ينفع تتقسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى التلاتة وعلى الأربعة وعلى ال 12، صح؟ يبقى دي عوامل العدد 12. ال 24 ينفع تتقسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى التلاتة وعلى الستة وعلى ال 12 وعلى ال 24. تمام؟ ال 36 ينفع تتقسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى التلاتة
وينفع تتقسم على ال 12، وينفع تتقسم على ال 36. فهي كده بتقعد تجرب كل الأعداد اللي ينفع تتقسم عليها. بيقول لك اكتب 6 مضاعفات للأعداد دي. يعني إيه 6 مضاعفات؟ يعني الأعداد اللي ينفع العدد ده يتقسم عليه. يعني من الآخر أمسك ال6 وأقول له مضاعفات العدد 6 مثلا. أدي الواحد، أدي ال6 قصدي، ال6 في ال12. أمسك العدد أقعد أضربه، أجيب جدول الضرب بتاعه في 2 في 3 في 1 في 4 في ال12 ال18 ال24 ال30 ال36. وافضل ماشي كده مع كله. الخمسه، الخمس والعشر والخمستاشر والعشرين والخمسة وعشرين والتلاتين، الاتنين والأربعة والستة والتمانية والعشرة والاتناشر، التلات والست والتسعة و وال12 وال15. بفضل ماشي كده. يعني ايه عدد كسري؟ ببساطه هي الاعداد اللي بتكون في صوره بسط ومقام. ازاي؟ يعني الاعداد اللي بيبقى فيها علامه كسر، وفي تحت، اللي تحت ده بيبقى اسمه مقام. اللي هو اللي تحت اللي هو مش شفت كده لما اقول لك المقام؟ المقام ده اللي بيبقى اللي تحت، يبقى اللي تحت ده اسمه مقام، واللي فوق ده اسمه بسط. الاعداد الكسريه دي في بعض العمليات الصغيره عليها عايزين نفهمها. اول حاجه جمع وطرح الاعداد الكسريه. عند الجمع وطرح الاعداد الكسريه بيقول لك في شرطين بقى يا معلم: يا اما المقامات تكون متساويه، يا اما المقامات تكون مش متساويه. ازاي؟ تعال ناخد مثال. لو جيت وقلت لك 3 على 5 زائد 2 على 5، اول حاجه بروح ابص عليها المقامات متساويه ولا مش متساويه؟ متساويه. لو المقامات متساويه في الجمع والطرح، في الجمع والطرح، باخد مقام واحد واجمع اللي فوق، اللي هي طلعت بواحد. طب لو المقامات مثال تاني مثلا طرح. لو جيت قلت لك 6 ناقص 4 على 6 ناقص مثلا 3 على 6. تمام. المقامات متساوية ولا مش متساوية؟ المقامات متساوية. اخد مقام واحد واروح اطرح اللي فوق. 4 ناقص 3 1، يبقى طلعت في الاخر ايه؟ سدس. نروح للناحية التانية. لو المقامات مش متساوية، المقامات مش متساوية، بعمل ايه؟ بضرب المقامين في بعض واضرب واعمل مقص. ازاي؟ بص. يعني لو جيت قلت لك مثلا 3 على 4 زائد 2 على 5، المقامات متساوية ولا مش متساوية؟ مش متساوية. أقوم رايح ضارب المقامين في بعض. ضارب المقامين في بعض اللي هو كام؟ 20. اضرب المقامين في بعض واحط المقامين زي ما هم. يعني احط، يعني اخليها بسط ومقام وبسط ومقام زي ما هو. يعني اوحد المقامات من الاخر. بوحد المقامات ازاي؟ بضرب المقامين في بعض عشان اخليهم مقام واحد. بضرب المقامين في بعض. طب انا ليه بضرب المقامين في بعض؟ عشان انا عايز رقم الاثنين بيقبلوا الاسم عليه، فهو اضربهم في بعض. ضربنا الاثنين في بعض، بعدين بنعمل ايه؟ بنعمل مقص. بنضرب المقام ده في البسط اللي هنا، والمقام ده في البسط اللي هنا. بنضرب هنا كان الخمسة في 3 ب15، والأربعة في 2 ب8. يبقى طلعت لي في الآخر كده مسألة عادية بقى. المقام متوحد، اشتغل. ثبت المقام، اجمع اللي فوق 23. سهلة سهل. بص مثال تاني، مثال تاني. بص. لو جه قال لك وليكن 6 على 5 ناقص 2 على 7 مثلا. 2 على 7. بروح أعمل إيه؟ بروح أضرب المقامين في بعض. اضرب المقامين في بعض عشان اوحد المقامات. العلامه اللي بينهم طرح زي ما هو. اضرب المقامين في بعض. الخمسه في 7 ب35. احط ال 35 زي ما هي. اضرب المقام ده في البسط الثاني، والمقام ده في البسط الثاني، اعمل مقص. الستة في 7 ب42. الاثنين في 5 ب10. اطرح 35 حطها زي ما هي. 42 ناقص 10 ب32. سهلة سهل. تعالى برضو هنشوف أمثلة هتفهمك أكتر. المثال هنا بيقول لك إيه؟ 3 على 5 زائد 6 على 5. أول حاجة أنا قايل لك تروح تعملها، تروح تبص تشوف المقام متساوي ولا مش متساوي؟ قال لي المقام متساوي. ثبت المقام واجمع البسط. ثبت المقام واجمع البسط. ثبتنا المقام، اجمع البسط ب9. تمام. هنا نروح نشوف المقام متساوي ولا مش متساوي. المقام متساوي. هي دي بيقول لك ايه المسألة؟ 4 على 10 ناقص 6 على 10.
مقام متساوي ولا مش متساوي؟ المقام متساوي، حط المقام زي ما هو. العشرة 4 ناقص 6 بكام؟ بسالب سالب سالب 2. ما تنساش السالب. هنا المقام متساوي ولا مش متساوي؟ هنا 3 على 4 زائد 5 على 6. متساوي ولا مش متساوي؟ عمنا مش متساوي. بعمل ايه؟ بضرب المقامين في بعض عشان اوحد المقامات. تبقى بتساوي ايه؟ اضرب المقامين في بعض. الأربعة في 6 ب24، يبقى مقامك 24. اضرب دي في دي مقص، واضرب دي في دي. يا بضرب المقام ده في البسط التاني والمقام ده في البسط التاني. 3 في 6 ب 18. الأربعة في 5 ب 20. 18 زائد 20 ب 38. يبقى 38 على ال 24. نروح دي. المقام متساوي ولا مش متساوي؟ هي 2 على 4 ناقص 4 على 5. المقام متساوي ولا مش متساوي؟ لا، المقام مش متساوي. بضرب المقامين في بعض. تبقى بتساوي ايه؟ 4 في 5 ب20. 4 في 5 ب20. حطينا ال20. اضرب دي 2 ب5 ب10. وال4 في 4 ب16. 10 ناقص 16 هيبقى بيساوي كام؟ سالب 6 على 20. تمام؟ تمام. تاني حاجة الضرب والقسم. الضرب والقسم أسهل من الجمع والطرح بكتير. بالآخر في الضرب بضرب البسط في بعضه والمقام في بعضه. يعني وليكن جالي 2 على 3 في 5 على 4. كل اللي بعمله إيه؟ اضرب يا معلم البسط في بعضه. 2 ب5 ب10. اضرب المقام في بعضه. 3 في 4 ب12. مثلا جالنا 4 على 3 في 2 على 3. بضرب البسط في بعضه. الاتنين في 4 ب8. واضرب المقام في بعضه. 3 في 3 ب9. تمام تمام. حتى ماليش دعوه بقى، ماليش دعوه المقام متساوي ولا مش متساوي. طب الاسم نفس الضربه، بس بنعمل حاجه الاول. بعمل ايه؟ كنت بتسمع بقول ايام زمان يقول لك اقلب العلى فيه وشقلب الكسر. اقلب العلى فيه وشقلب الكسر. بنقلب العلى فيه وبنشقلب الكسر. ازاي؟ يعني لو جيت قلت لك 3 على 5 على 2 على 10، بعمل ايه؟ قال لك اكتب الاولانيه زي ما هي، مالكش دعوه، وبعدين بقلب العلى فيه. صح؟ قلبت العلى فيه، شقلب الكسر اللي بعده بقت 10 على الاثنين. بعمل ايه بقى؟ بسط ببسط. ادي 30. 2 في 5 ب 10. اللي هي طلعت كام في الاخر؟ طلعت 3. تمام. تمام. واحده غيرها، واحده غيرها، واحده غيرها، واحده غيرها. قايل لك اهو، خلي بالك، اقلب العلى فيه وشقلب الكسر. اقلب العلى فيه وشقلب ايه؟ الكسر. 6 على 15 على 10 على 5. العلامة هنا على، صح؟ تمام. بعمل ايه؟ اكتب الأولانية زي ما هي. اقلب العلى في شقلب الكسر اللي بعده. دي بقت 5 على 10. 6 في 5. 6 في 5 ب30. 15 في 10 ب150. طير الصفر. على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الخمسة، يبقى خمس. تمام؟ تمام. نيجي بعد حاجة اسمها التقريب. التقريب ده انت هتحتاجه جدا في الباب الاول وفي الباب الثاني، لان بعض الاسئله بتطلع معاك بناتج على الاله الحاسبه وتلاقيها كاتبها لك بناتج تاني. بيزود لك من الاخر. يعني من الاخر بيعمل ايه؟ لو الناتج معاك مثلا كده، طلع معاك آلة حاسبه كده 9 8 8، بتلاقيه هو كاتبه لك كده 9 9. انت بقى تروح تقول بس هو في حاجه غلط، انا حل حاجه غلط، فهو تعيد المساله. انت مش حل حاجه غلط، هو كل اللي انت عملته، كل اللي هو عمله ان هو قرب الناتج. كل اللي هو عمله ان هو عمل علامه تقريب. علامه التقريب اللي هي دي، والعلامه الاصح ليها يا عمنا ان هي كده. اللي هي كده، دي كده مش مايله كده، بس هو ده اللي احنا لقيناه على البرنامج، يعني اللي عرفنا نعمله. ف التقريب ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان انا ببص على الرقم اللي قبل اللي هقربه. هو اول حاجه خليني اقول لك كام معلومه كده. هو في حاجه اسمها رقم من 10، ورقم من 100، ورقم من 1000. يعني ايه رقم من 10؟ من الاخر بروح ابص اللي هو قايله لي ده قدامه كام صفر. يعني 10 قدامها كام صفر؟ صفر. ال100 قدامها كام صفر؟ صفرين. ال1000 قدامه كام صفر؟ ثلاث اصفار. يعني من الاخر قال لي رقم من 10 هروح اشوف صفر واحد اخلي فيه رقم واحد بعد العلامه. طب قال لي رقم من 100 اخلي فيه رقمين بعد العلامه. طب قال لي رقم من 1000 اخلي فيه ثلاث ارقام من بعد العلامه. طب قال لي رقم من 10000 اخلي فيه اربع ارقام من بعد العلامه. بس هو في الاخر يجي يقول لك 10 او 100 او 1000. تعالى نشوف التقريب عباره عن ايه. قال لك يا عمنا التقريب ده فيه ارقام بتزود واحد والارقام اللي ما بتزودش واحد. بنقول على الارقام دي ارقام قويه، وبنقول على الارقام دي ارقام ضعيفه. ايه الفرق بين الارقام دي ودي؟ قال لك لو الرقم من اول 5 لحد 9، يعني من 5 لما فوق،
ده رقم قوي. بيعمل ايه الرقم القوي ده؟ بيزود اللي قبله، بيزود اللي قبله واحد. طب لو الرقم من خمسة لتحت ده رقم ضعيف. بيعمل الرقم الضعيف ده؟ ما بيعملش حاجة، بيبقى محلك سر، راجل هفا من الآخر. طب ما تيجي نشوف أمثلة عشان نشوف. خليك فاكر إن الأرقام القوية من أول خمسة لحد التسعة، والأرقام الضعيفة من أول صفر لحد الأربعة. نروح على أمثلة نشوف الموضوع ده. بيقول لك حول العدد ده إلى أقرب جزء من 10. أنا قلت لك جزء من 10، يعني هو عايز كام رقم بعد العلامة؟ ال10 قدامها كام صفر؟ صفر واحد. يبقى هو عايز كام رقم؟ رقم واحد. كم رقم بعد العلامه؟ هو عايز رقم واحد بعد العلامه. اروح ابص على الرقم اللي بعده على طول. يعني انا عايز رقم واحد بعد العلامه، اروح ابص للرقم الثاني بعد العلامه. طب انا عايز رقمين بعد العلامه 100، اروح ابص للرقم الثاني. طب انا عايز ثلاث ارقام بعد العلامه، اروح ابص للرقم الرابع. الرقم الثاني قوي ولا ضعيف؟ قال لي اكبر من خمسه يبقى قوي. قوي يعني يزود اللي قبله ولا لا؟ يزوده. يبقى السبعه يزوده صح. اقوم شايل ده كله وحاطط ان هو خمسه، مزودها واحد. تمام. تاني معلش، تاني اعتبرني ما قلتش حاجه. اول حاجه هو قال لي ايه؟ اقرب جزء من 10. يعني ايه اقرب جزء من 10؟ يعني انا يا عم ماجد عايز رقم واحد بعد العلامه. طب انت عايز رقم واحد بعد العلامه، ايه اللي انت ممكن تعمله؟ بروح ابص على الرقم الثاني بعد العلامه، الرقم اللي من الاخر بعد الرقم اللي انا عايزه. هو انا عايز رقم واحد بعد العلامه، اروح ابص على الرقم اللي بعده. الرقم اللي بعده ده قوي ولا ضعيف؟ قوي من خمسه لحد تسعه. طب والضعيف من خمسه، من صفر لحد خمسه، لحد أربعة قصدي. طب هو الرقم ده اللي بعد الرقم الثاني اللي بعد العلامة ده رقم قوي ولا ضعيف؟ قال لك ستة هو رقم قوي. يبقى الستة يزود اللي بعده. اللي بعده ده اللي هو إيه؟ أربعة. يبقى دي بقت سبعة، أحطها زي ما هي، شيل الستة كل اللي قبلها وأحط خمسة، زودتها واحد. طب أقرب جزء من 100، جزء من 100 ال 100 قدامها كام صفر؟ صفرين. يبقى أنا عايز كام رقم بعد العلامة؟ رقمين بعد العلامة. أروح للرقمين اللي بعد العلامة، اروح اشوف رقمين بعد العلامه. رقمين بعد العلامه، عايز رقمين بعد العلامه. اروح ابص على التالت قوي ولا ضعيف؟ التالت كام؟ 8. 8 ده قوي ولا ضعيف؟ قوي. يعني يزوده ولا ما يزودش؟ يزود. يبقى اروح ازود السته ده واحد واشيل اللي قبلها. يعني اروح اعمل ايه؟ السبعه واحط الاربعه زي ما هي. السته دي تزود ولا ما تزودش؟ تزود. ليه؟ لان الثمانيه قوي، زودها. يبقى السته بقت سبعه والباقي اتشال. ده اقرب جزء من 100. نيجي اللي بعدها، عايز ايه؟ اقرب جزء من 1000. اقرب جزء من 1000 يعني الالف قدامها كام صفر؟ 3. يعني انا عايز كام رقم بعد العلامه؟ عايز ثلاث ارقام بعد العلامه. اروح ابص للرقم الرابع بعد العلامه. يا رقم يا رابع. ايوه، انت قوي ولا ضعيف؟ انا ضعيف. ليه؟ لان انا اقل من الخمسه. طب انت اقل من الخمسه يا رقم؟ تمام. يبقى انت ما تزودش، يبقى هشيلك زي الهفا، انت مش هتعمل لي اي حاجه، واحط الرقم زي ما هو. يبقى 7 4 6 8، ما زودتش في اي حاجه. فاهمين؟ اتمنى تكون فاهم. التعويض في الدالة ببساطة يا عمنا، بشيل المجهول اللي هو بيبقى س وصاد أو أي رمز، وأحط مكانه الرقم اللي عايز أعوض بيه. يعني تفسير، تفسير بسيط. بص، هو بيقول لك عايز دالة الصفر. لو جيت قلت لك في الدالة س تربيع زائد 2 س زائد 5، بيقول لي عايز دالة الصفر ودالة الأربعة ودالة الخمسة ودالة العشرين للأرقام دي. هقول له تعالى واحدة واحدة. دالة الصفر، دالة الصفر يعني ايه؟ هو هنا الدالة دي اسمها دالة السين صح؟ هو دالة السين عاملها لي كده. هو عايز دالة الصفر. هو اللي هنا عمله ايه؟ ان هو شيل السين دي وحط مكانها صفر صح؟ يبقى انا هشيل من السين من المسألة كلها واحط مكانها صفر. تاني معلش، انا هشيل السين من المسألة كلها واحط واعوض مكانها بصفر. السين تربيع، اوعى سين تربيع، حط مكانها صفر. يبقى الصفر زي ما هو، زائد الاتنين سي، صفر في اي حاجة بصفر، يبقى احطه زي ما هو صفر، زائد الخمسة. يبقى دالة الصفر طلعت في الآخر بتساوي كام؟ خمسة. نروح للي بعدها، دالة الأربعة. أشيل السين وأحط مكانها أربعة. أربعة تربيع زائد اتنين في أربعة بتمانية، زائد الخمسة أحطها زي ما هي. الأربعة تربيع بستاشر، ستاشر وتمانية 24، 24 وخمسة 29. طب دالة الخمسة، هشيل السين وأحط مكانها خمسة. الخمسة تربيع زائد الاتنين في خمسة بعشرة، زائد خمسة. خمسة تربيع ب25 وعشرة 35 وخمسة بيساوي 40. يبقى دالة الخمسة بيساوي ده. دالة العشرين يعني ايه؟ يعني اوعى ياسين واحط مكانك كام؟ 20. دالة العشرين، 20 تربيع، شيل السين وحط مكانها 20، يبقى 20 تربيع زائد الاتنين في 20 ب40، زائد الخمسة
20 تربيع ب 400، 440، 445. فهمت؟ يعني هو من الاخر لما يجي يقول لك عوض بداله كذا، يعني انت شيل السين وحط مكانها الرقم اللي هو حاططه لك في الداله. يعني هو حاطط لك 5، شيل السين وحط مكانها 5. حاطط لك سيد، شيل السين وحط مكانها سيد. حاطط لك كلمه احمد، شيل السين وحط مكانها كلمه احمد، وحط له المساله كده. نيجي لنقطه بعدها اسمها ايجاد المجهول. وايجاد المجهول دي انا شفت فيها مشكله كبيره. بعض المدرسين وهم بيشرحوها على النت هم بيعلموك بتوجد المجهول ازاي على حاسبه. يعني انا شفت داله زي دي، في ناس بتعلمك تعملها على الآلة الحاسبة، اللي هو انت بتقعد تتك الفا كالك وشفت وحوارات، وانت بالنظر كده انت وديت الثلاثه دي الناحيه الثانيه. تمام. هو كل الحوار في ايجاد المجهول ده اللي انا عايز اعمل ايه عشان اجيب مجهول. المجهول ده اللي هو السي او او اي رمز، ده اللي بيبقى اسمه المجهول. طب انا عشان اجيب المجهول ده بعمل ايه؟ من الاخر انا بحاول بقدر الامكان اخلي المجهول ده في طرف لوحده. طب لو خليت المجهول في طرف لوحده يبقى خلاص الرقم جه، يبقى انا خليت السين في حته والرقم في حته، يبقى السين بيساوي كذا. تمام. طب انا عشان اخلي الرقم لوحده ده ازاي؟ بحاول افضي ناحيته خالص. نيجي هنا بيقول لك السين زائد 3 بيساوي 12. تمام. انا عايز اخلي السين في طرف لوحدها، انا عايز اوديك يا 3 الناحيه الثانيه. طب في قوانين الرياضه لو عايز اودي رقم من ناحيه من علامه اليساوي لناحيه ثانيه بوديه عادي بس بعكس شرط. يعني هنا السين زائد 3 بيساوي 12، لو عايز اوديها الناحيه الثانيه هتبقى السين بيساوي 12، الموجب 3 دي هتروح هناك هتبقى سالب 3، يبقى السين بيساوي كام؟ 9. السين ناقص 5 بيساوي 12. عايز افضي الناحيه اللي جنب السين دي او اديك الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. طب السين بيساوي 12، انت سالب 5، يبقى تروح الناحيه الثانيه بكام؟ بموجب 5، يبقى السين بيساوي كام؟ 17. تمام تمام. بص، س تربيع ناقص 4 بيساوي صفر. السين تربيع ناقص 4 بيساوي صفر ديت. عايز اخلي السين في طرف لوحدها والرقم في طرف لوحده. يا سالب 4، نعم عايز اوديك الناحية التانية. طب بتروح ازاي يا سالب 4؟ انا ما بعديش يا اسطى الا بعكس الاشارة. طيب س تربيع، عدي يا عم الاربعة بعكس الاشارة، اشارتك هنا سالب يبقى الناحية التانية موجب. طب انا عايز اللي موجود س تربيع، انا عايز اخد س بس. قال لك تربيع. طب انا عشان اشيل التربيع باخد حاجة اسمها الجذر التربيعي اللي احنا لسه شارحينه من شوية، اللي هو المربع الكامل. انا عايز اخد الجذر التربيعي. الجذر التربيعي للسين تربيع بسين، التربيع بيشيل الجذر. طب الجذر التربيعي للاربعه، واحد اميل لاتنين، شطوره. بس خد بالك بقى من حاجه على فيها يعني، في حاجه اسمها التربيع بيشيل السالب. يعني انا لو جيت قلت لك سالب 3 ربعها 9، ايه ده؟ مش سالب 9، مفيش حاجه اسمها التربيع بيطلع من تحت ايده سالب ولا الجذر بيطلع من تحته سالب. يعني انا معنى كده ان السين دي كانت مجهوله انا ما كنتش اعرفها. السين دي لو قالت بسالب 2 وانا ربعتها كانت كانت عادي هتطلع 4، يعني هي وممكن كانت تطلع بسالب 4. قصدي السين يعني مثلا السين اهو، السين عباره عن ايه؟ 2. السين انا طلعت معايا 2 ليه؟ لان انا خدت جذر التربيع للطرفين. من الاخر انا خدت الجذر التربيعي للطرفين صح؟ طب لو انا خدت الجذر التربيعي للطرفين، لو انا قصدي السين دي كانت بسالب 2، يعني انا تعال نجرب كده ان السين بسالب 2، تعال نجرب. السين بسالب 2 وانا عايز اجيب السين تربيع اربع الطرفين، يبقى السين تربيع بيساوي 4. هي يبقى بدال التربيع بيشيل السالب، يبقى السين كانت ممكن تبقى ب2 وكانت ممكن تبقى بسالب 2. فبدال جاي لك مجهول موجود فيه سين تربيع ورقم بعكس الاشاره وانت جيت تاخد الجذر، يبقى اكتب السين بموجب او سالب 2، لان هي كانت ممكن تكون 2 واتربعت بقت 4، وكانت ممكن تكون سالب 2 واتربعت بقت 4 برضه. ففي الحالات اللي زي دي بقول له الناتج موجب او سالب 2 وهيجيبها لك في الاختيارات. يبقى السين هنا بموجب او سالب 2 ليه؟ لان التربيع بيشيل السالب. فالسين دي كانت ممكن تكون سالب 2، كانت سالب 2 وانا ربعتها طلعت 4 وطلعت لي كده في الناتج. فانا لما اجي اخد الجذر اعمل حساب النقطه دي، فالسين بموجب او سالب 2. انما لو جيت قلت لك هات لي الجذر التربيع للاربعه على طول بتقول لي ب2. ليه؟ لان هي ما كانتش مجهول. انا بقول لك هات لي الجذر التربيع للاربعه ده سؤال، انما احنا هنا بنجيب المجهول فبندي الاحتمالات اللي المجهول ده كان ايه. المجهول ده كان ممكن يبقى سالب 2 وطلعت 4 عادي، فاهم؟ والمجهول ده كان ممكن يكون 2 وطلعت 4، فانا بكتب له الناتج موجب او سالب 2 نفسها اهو. س تربيع بيساوي 16، هي 16 نعم عايز اوديك الناحيه الثانيه ماشي بس عديني بعكس الاشاره. س تربيع بيساوي 16. س تربيع بيساوي كام؟ 16. عايز اخد الجذر التربيع للطرفين، يبقى السين بيساوي كام؟ 4. لا موجب او سالب 4 ليه؟ لان التربيع بيشيل السالب فكانت ممكن تكون سالب 4 وربعتها بقت 16. تمام تمام. نروح لحاجه اسمها الفرق بين الاقواس. الفرق بين الأقواس، في عندي حاجة اسمها الفترة وحاجة اسمها المجموعة وحاجة اسمها الزوج المرتب. الاتنين دول أنا كلمتك عليهم بس هكلمك عليهم تاني. الفترة هي عبارة عن إيه؟ القوس اللي بيبقى عامل كده،
طب معناه ايه الفتره دي؟ معناها ان هي زي ما بيقول لك كده في تعريف الفتره، هي فتره في خط الاعداء. يعني انا جيت قلت لك الفتره 2 و5، واحد قال لي جيت قلت لك مثلا السين تنتمي ل 2 و5، واحد يقول لي اه السين يا اما ب 2 يا اما ب5. لا، بص بقى، الفتره دي على خط الاعداء، خط الاعداء ده يعني السين الفتره بتنتمي من 2 ل5. السين بقى اهو، يعني السين ممكن تبقى ب2، وممكن تبقى ب3، وممكن تبقى ب4، وممكن تبقى ب5، وممكن تبقى ب6، ممكن تبقى 2 و1، ممكن تبقى 2 و2، ممكن تبقى 2 و3. لان خلط الاعداد ده فيه الاعداد الصحيحه والاعداد النسبيه. الاعداد الصحيحه والاعداد النسبيه، يبقى ممكن السين تبقى ب2 و1 و2 و3، 2 وفسفوسه ديت تبع الفتره. انما لو جيت قلت لك في المجموعه انا اهو 2 و5، يبقى السين يا اما ب2 يا اما ب5. يعني باختصار المجموعه هي عدد العناصر اللي مكتوبه، هي عدد العناصر اللي السين منها. انما الفتره هو بيقول لك من اول كذا لاول كذا. يعني شفت لما حد مثلا يجي يقول لك انا هشتري مثلا حته البيت ده، او هشتري الارض دي، الارض دي من اول كذا لاول كذا، تمام. انما حد تاني يجي يقول لك ايه، والله العظيم انا هشتري الشارع ده، الشارع ده على بعضه ما حددتلكش الشارع ده. انما واحد يجي يقول لك مثلا من اول حته كذا لاول حته كذا، يبقى هو اللي بيملكه الحته اللي في الاول والحته اللي في الاخر بس، ولا كل اللي بينهم؟ يعني لو جيت قلت لك انا بملك التابلت ده، انا بملك التابلت ده من اول هنا من هنا لهنا، هل انا بملك الحته دي بس والحته دي؟ لا، انا بملك من اول هنا التابلت كله على بعضه. فاهم؟ هو مساحة عبيط بس انا عايزك تفهم. فهي الفتره كده، الفتره هو يعني بتحتوي على كل اللي بينهم. طب الفتره دي فيها شويه حاجات كده انا عايزك تفهم. لو جيت قلت لك السين تنتمي، السين اصغر من التلاتة، اكبر من التلاتة، واصغر من الخمسة، دي معناها ايه؟ ان السين فترتها من 3 ل5. بص بقى انا كتبتها ازاي، انا كده كتبتها غلط ليه؟ بيقول لك في المتباينات لو انا عامل لك اكبر من او يساوي، اعمل القوس ده هو مقفول. طب لو اكبر من واصغر من او يساوي، اعمل القوس ده مقفول. طب لو انا اعملها لك زي ما انا كنت اعملها لك كده، يعني لو انا عاملها زي ما كنت اعملها لك كده، اكبر من واصغر من بس، القوس ده بيبقى مفتوح. طب يا عم ماجد، ايه الفرق بين القوس المفتوح ده والقوس المقفول؟ القوس المفتوح ده هو عبارة عن ان انا بقول لك هو من اول 3 لحد 5، بس التلاتة دي مش معانا والخمسة دي مش معانا. طب لو القوس مقفول، هو التلاتة معانا والخمسة معانا وكل اللي بيننا تاني. يعني انا لو قلت لك القوس مفتوح، هي يعني السين بيساوي، السين اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي، بقوم جاي قافل القوس ده. معناها ايه؟ ان انا السين من اول التلاتة وبعد التلاتة. طب لو جيت قلت لك اكبر من بس، هي من بعد التلاتة، التلاتة مش معايا. طب يعني معنى كده ان هو لو جاب لي يساوي أنا اهو بروح اقفل القوس. طب لو ما جابليش يساوي، بروح بسيب القوس مفتوح اللي هي 5 مش معانا. وهتعرف اكتر في الحل. الزوج المرتب ده بيقول لك ايه؟ الزوج المرتب ده اللي انا قلته لك في حضر النرد، لما كنت قلت لك احتمال ظهور الصوره وكتابه، قلت لك ظهور الصوره الاول والكتابه الاول. الزوج المرتب ده بيبقى ده شكله، يعني بيبقى ده شكله. معناه ايه زوج مرتب؟ من اسمه، هو زوج بيعرفك ترتيب العمليات، يعني ايه اللي حصل الاول وايه اللي حصل الاخر. يعني الزوج المرتب شرط اساسي فيه ترتيبه، ما ينفعش اقول لك بدل دي مكان دي او بدل دي مكان دي، لان هو الزوج المرتب بيعرفك ايه اللي حصل الاول وايه اللي حصل الاخر. طب ما تيجي نحل كده على الامثله دي. بيقول لك حول المتباينات الاتيه الى فترات. بص اروح اكتب الفتره، هي من 1 ل3 صح؟ من 1 ل3. اروح اشوف فين يساوي، لا خليها مفتوحه. فين يساوي، لا يبقى مفتوح. يبقى انا اللي بيحدد هفتح الفتره ولا هقفلها هو كاتب يساوي ولا مش يساوي. لو كاتب يساوي يبقى التلاته معايا او الواحد معايا او الاثنين معايا بقفل. طب لو مش كاتب يساوي بفتحها، لان هو كده بيقول لي التلاته مش معايا. الواحد، السين اكبر من او يساوي الواحد واصغر من او يساوي الخمسه، بروح اكتب الواحد والخمسه الاول كده. في هنا يساوي اقفل، في هنا يساوي لا افتح. تمام. السين اكبر من الستة واصغر من او يساوي ال10، بروح اكتب الستة والعشرة برضو بنفس الطريقة زي ما بقول لك كده اهو. طيب هنا في يساوي، لا يبقى افتح، ستة مش معاك. طب هنا في يساوي يبقى العشرة معانا افتح. طب هنا بيقول لك 15 و20، اروح اكتب 15 وال20. بيقول لك السين اكبر من او يساوي 15، يبقى ال 15 معايا اقفل القوس. طب او اقفل الفتره. طب ال 20 اكبر اصغر من او يساوي يبقى اقفل الفتره. تمام. اخيرا واخيرا يا صديقنا، السيجما. يعني ايه السيجما؟
بص يا معلم، السيجما هي معناها مجموع قيم. هي العلامه دي العلامه اللي بتدعى السيجما، العلامه اللي انت شايفها دي العلامه دي بيبقى اسمها سيجما او اسمها مجموع او اسمها مج. يعني ممكن يجي يقول لك اوجد مجموع قيم س، اوجد اوجد سيجما س، اوجد علامه مجموع س، اوجد مج س. المج اللي هي العلامه دي ممكن يجيب لك مج بس، او ممكن يجيب لك مج بس. فاذا السيجما هي معناها مجموع القيم. السيجما معناها ايه؟ مجموع القيم. تمام. تمام. طب السيجما دي بستخدمها في ايه؟ تعال مثلا نضرب مثال. جيت قلت لك كده، س ص، قيم السين 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. وبيقول لك عايز ايه؟ بيقول لك عايز سيجما س وسيجما ص. سيجما س وص، او مجموع س وص. بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ مجموع س وصاد هو مجموع جميع القيم لس. يعني سيجما س هو مجموع جميع القيم لس. طب وسيجما صاد هو مجموع جميع القيم لصاد. يعني سيجما س 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7. يبقى 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 اللي هي كام؟ 16. طب وسيجما صاد 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8 اللي هي كام؟ 20. تاني مثال، أعم شوية. بص، لو جيت قلت لك كده، لو جيت قلت لك كده لو جيت قلت لك س، س تربيع صاد، صاد تربيع. جيت قلت لك عايز ايه؟ عايز السيجما لكل دول، السيجما لكل دول. السين بواحد وتلاتة وأربعة، يبقى السين تربيع بواحد وتسعة وستاشر. الصاد باتنين وأربعة وخمسة، يبقى الصاد تربيع بأربعة وستاشر وخمسة وعشرين. بيقول لك عايز السيجما لكل دول. سيجما س مجموع قيم س 1 و3 4 4 4 8، يبقى سيجما س ب 8. سيجما س تربيع مجموع قيم س تربيع 9 و1 10 و16 26. سيجما صاد هي مجموع صاد كلها 2 و4 6 6 و5 11. صاد سيجما صاد تربيع هي مجموع قيم صاد 16 4 20 20 و25 يبقى 45. يبقى دي السيجما. من الاخر السيجما معناها ايه؟ مجموع قيم. طب هتعرفها ازاي؟ هتعرفها في الدرس الاول ان شاء الله. في الدرس القادم ان شاء الله في قانون يعني هنحل بيه في سيجما كتير. فيا عمنا بس كده خلصنا. مؤخرا ان شاء الله فيديو اول درس اللي هو الارتباط، واللي هو درس الوحده الاولى اللي هو فيها الارتباط والانحدار. ان شاء الله درس الارتباط هينزل لك يوم السبت بالكتير ان شاء الله. اهم حاجه بس لو انت عايز البي دي اف ينزل لك تحت الفيديو. لو انت عايز تحل الاسئله اللي احنا حليناها تاني وتبص مره سريعه على الاساسيات اللي احنا قلناها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.